123 سؤال مش هيخرج عنهم الامتحان. أنا إيمان عمران مدرسة الساينس والإنتجريتد ساينس واللي حطيت مراجعة الجمهورية، والنهارده جاية معاك أحل أسئلة جريدة الجمهورية، الأسئلة اللي بيتحط منها الامتحان. فمن الآخر لو أنت ما بتعرفش أي حاجة في الإنتجريتد ساينس فالفيديو ده هو المنقذ بالنسبة لك. هتقعد معايا الساعة دي هحكي لك المنهج كله، والأسئلة دي مش هيخرج عنها الامتحان. اقعد ركز معايا كويس جدا، ورقة وقلم، ويلا بينا نبدأ الدنيا. ال- الجريده او البي دي اف بتاعها موجود على جروب التليجرام. التليجرام موجود فين؟ موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. فبسرعه جدا جدا ركز معانا وابدا خد البي دي اف ده افتحه واكتب ورايا النوتس الجميله دي. اول حاجه خالص هنبدا بالسؤال الاول. طبعا باين الاموره دي هي مين؟ انا. يلا بينا. اول حاجه which of the following is correct about the viper fish. فعلم على كلمه viper fish ويلا بينا كده نسمي الله. الفايبر فيش دي نبدا نتكلم عليها بشويه نوتس. الفايبر فيش دي مبدئيا هي نوع من انواع السمك. لو انا هتكلم الانتجريتد ساينس ماده جديده، السنه اللي فاتت كانت اول سنه ليها اللي هي 2025، السنه دي 2026 اول مره تيجي الفايبر فيش في المنهج. يعني ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، لا ما كانتش موجوده. وطبيعي سؤال الفايبر فيش ده مضمون في الامتحان، فانت جاي لك في الامتحان عندك سؤال عن الفايبر فيش. ركز معايا كده هحكي لك قصه حياتها. اولا السمكه دي بتعيش فين؟ بتعيش في الديب ووتر، يعني بتعيش في الاعماق البعيده تحت جامد جدا. طيب نيجي نتكلم كمان، السمكه دي بتعيش في منطقه التو بولز ولا في منطقه التروبكس؟ لا هي بتعيش في منطقه التروبكس. يعني ايه منطقه التروبكس؟ اللي هي المنطقه الاستوائيه. يبقى هي بتعيش في الديب وفي كمان في التروبكس اريا. طيب نيجي نتكلم بقى، لو انا سمكه عايشه فين؟ عايشه في الديب ووتر. بعاني من كام مشكله؟ بعاني اول مشكله كبيره بالنسبه لي هو انكريز البريشر، يعني زياده الضغط. عندها ضغط مرتفع جدا جدا جدا. فبتتعامل معاه ازاي؟ اولا الجسم بتاعها مش كومبريسد، الجسم بتاعها فليكسبل. يبقى لو جالك اختيار ما بين فليكسبل ولا كومبريسد بودي، فانت في الفايبر فيش هتختار كلمه فليكسبل بودي. طب امتى اختار كومبريسد بودي مع الايس فيش؟ طب تمام زي الفل. نيجي نتكلم، هي السمكه الوحيده اللي بنتكلم على الاورترز، وركز معايا في الكلمه دي. يعني ايه كلمه اورتري؟ يعني كلمه شريان. فالشرايين بتاعتها او الاوعيه الدمويه بتاعتها مالها؟ بتبقى سترونج ودورابل. يعني ايه كلمه سترونج؟ قويه. بالعقل كده سمكه عايشه بضغط مرتفع، فطبيعي جدا الاوعيه الدمويه بتاعتها هتبقى سترونج عشان خاطر تستحمل الضغط. وكلمه دورابل جايه من كلمه فلكسبل، يعني هي جسمها او الاوعيه الدمويه بتاعتها عامله زي المطاط كده، فلكسبل عشان خاطر تقدر تستحمل فكره الضغط المرعب اللي واقع عليها. طيب تمام، نيجي نتكلم على نسبه الهيموجلوبين اللي هو نسبه كرات الدم الحمراء. فبنتكلم على انها عندها هاي بريسنتج من الهيموجلوبين، او عندها نسبه عاليه جدا من الهيموجلوبين، علشان هي عايشه تحت فعندها مشكله في نقص الاكسجين. فبالتالي بتبقى محتاجه تبقى عندها هيموجلوبين كتير عشان خاطر تعوض القصه دي. وده بمنتهى البساطه كل الكلام اللي انت تعرفه عن الفايبر فيش. طيب تعالى حل معايا السؤال ده بعد ما فهمت الكلمتين دولت، انت اللي هتحل بنفسك. فيلا بينا. which of the following is the correct about the viper fish؟ فبنقول ان هي exist في البولر ريجن. لا طبعا انا لسه قايله لك هي عايشه في التروبكس. طيب it has high level of the hemoglobin، يبقى الاجابه هتبقى بي. طبعا هي عندها ليفل عالي من ايه؟ من الهيموجلوبين. طيب نيجي نتكلم في السؤال رقم 2. بقول لك النيتروجين جاز represented 78 اوف ايه. ركز معايا، البرسنتج بتاعه الغلاف الجوي، النسب اللي هي 78 او 21 او 0.04، النسب دي كلها هي فوليوم مش ماس. والسؤال ده مهم جدا جدا ومتكرر وسهل قوي وحرام تغلط فيه. يبقى لما اجي اقول لك النسب اللي عندك اللي هي 78، ده عباره عن ايه؟ عباره عن فوليوم اوف ذا اتموسفير. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده تريكي قوي ومحتاج طالب مركز، فصحصح معايا في الحته دي. بقول لك if the atmospheric pressure at the top of the stratosphere، فعلم على كلمه stratosphere P1. طب تمام، يبقى انا كده اهوت عند في الاستراتو هقول B1. طب نيجي نتكلم بقى at the top of the troposphere، عند troposphere فهتبقى B2. زود ورايا النوتس دي. طيب عندك at the top of the mesosphere، mesosphere اللي هي مين؟ اللي هي الام، فهتبقى B3. طيب اسالك سؤال وان شاء الله ان شاء الله هتعرف تجاوبه حتى لو انت اول مره تسمع عن الماده دي. كل ما بنطلع فوق الضغط بيزيد ولا بيقل؟ اكتب لي في الكومنتس. فهو طبيعي بيقل، اوعى تقول لي بيزيد ابدا. فكل ما بتطلع فوق الضغط بيحصل له ايه؟ بيقل. طيب طبقات الغلاف الجوي انت حافظها من تانية اعدادي، فتعالى كده سمعها معايا: تروبوسفير، ستراتوسفير، ميسوسفير،
ثيرموسفير. طب انا مش فاكر انا باكل ايه امبارح، فيلا بينا تعالى احفظها معايا دلوقتي. يبقى تروبوسفير، ستراتوسفير، ماسوسفير، ثيرموسفير. دي 4 طبقات غلاف جوي عندك يا اخويا السنه دي في منهجك. طيب انا دلوقتي عايزه ارتب من حيث الضغط. يبقى عندي اول حاجه التروبو، والتروبو اللي هي بي 2. طيب وبعدها الاستراتو اللي هي بي 1. بعدها ايه؟ بعدها الماسوسفير تبقى بي 3. يبقى الترتيبه هتبقى بي 2 بي 1 بي 3. يعني انا مش ماشيه بي 1 بي 2 بي 3. خد بالك لو انت ما خدتش بالك من التراك دي هتلاقي نفسك في الامتحان غلط. يبقى الاجابه عندنا هتبقى ايه؟ هتبقى بي 2 بي 1 بي 3. يبقى الاجابه عندنا ايه. نخش في اللي بعدها. البولر وينز، وده سؤال مهم جدا جدا جدا، فصحصح معايا واكتبي القاط دي ورايا. يلا بينا يلا. بتكلم معاكي على البولر وينز. ومين البولر وينز؟ دي نوع من انواع الرياح، وهي مشهوره جدا جدا في امتحانات الانتجريتد ساينس جدا بشكل مرعب، فهي مهمه. ولو انا منك هعمل ستار عند السؤال ده. يلا بينا يلا بينا. البولر وينز هحفظها انا وانت بكلمه مفتاحيه كده هنسميها فلاش ووردز. يلا بينا يلا. هنقول البولر وينز مالها cold dry polar high. cold dry polar high. يلا ورايا cold dry polar high. افهمها؟ البولر وينز دي وصفها انها رياح cold بارده، في نفس الوقت dry يعني جافه مش ممطره. طب نيجي نتكلم على انها بتيجي من منطقه البولر لمنطقه السب بولر، ومنطقه البولر عندها هاي بريشر، ومنطقه السب بولر عندها لو بريشر. فعشان كده بقول لك ان الرياح دي بتبقى وصفها كولد دراي، وجايه من البولر ريجنز اللي عندها هاي بريشر لمنطقه السب بولر اللي عندها لو بريشر. يبقى انت حفظتها كده من الاخر وكمان فهمتها في ثانيه. هي عباره عن ايه؟ كولد دراي بولر هاي. يلا بينا انت اللي هتحل السؤال لوحدك. ها، البولر ويندز ار cold and dry، فهو بيخيرك ما بين dry ولا warm. يبقى مبدئيا هتستبعد ايه؟ هتستبعد الورم. يبقى هستبعد بي وهستبعد كمان دي. يبقى هنقول dry. هتختار جنب دراي هاي ولا لو؟ لا طبعا هختار مين؟ هختار الهاي. ممتاز. نخش في السؤال اللي بعده. يلا بينا اهي. يلا اهي سي. which of the following gases is a when inhaled؟ علم على كلمه inhaled. في ناس كتيره منكم شاطرين جدا عارفين المعلومه، بس عندهم مشكله في الترجمه، والترجمه بتوديهم في حته مش لطيفه. فتعالى معايا كده هو اتعلم على كلمه inhaled وقول لي inhaled ده هوا داخل ولا هوا خارج؟ لا هوا داخل، بيسموه بالعربي شهيق. طيب انت مين اللي بنتنفسه؟ اكسجين ولا كربون دايوكسيد؟ فانا بتنفس الاكسجين جاز. طب تمام زي الفل. يبقى مبدئيا كده الكربون دايوكسيد هو اوت من اللعبه بتاعتك دي، لان هو اكسهيلد اير مش انهيلد اير. فانا دلوقتي بتكلم على مين الهواء اللي ممكن يخش عندي في الرئه؟ هو الاكسجين جاز. بس تعالى كده كمل. قال لك ريزلت اوف ذا فورميشن اوف ذا كربوكسي هيموجلوبين. في السريع كده تعالى احكي لك القصه عشان تحل لوحدك. بص يا سيدي الناس، احنا عندنا حاجه اسمها كرات الدم الحمراء اللي هي الريد بلاد سيلز. الريد بلاد سيلز دي مالها؟ عندها بروتين مهم جدا، بالعربي بيسموه هيموجلوبين وبالانجلش عندنا بيسموه هيموجلوبين. طيب الهيموجلوبين بروتين ده هو مسؤول عن ان هو بيشيل جازز، بيشيل الاكسجين وهو رايح، وبيشيل الكربون دايوكسيد وهو راجع، وده كده طبيعه جسمك. طب تمام. نيجي نتكلم لما الاكسجين بيرتبط بالهيموجلوبين بيسمينا حاجه اسمها اوكسي هيموجلوبين. طب ولما الكربون دايوكسيد بيرتبط بالهيموجلوبين بيكون حاجه اسمها كاربو امينو هيموجلوبين. طب تمام. بس في وقت التلوث الشديد فاحنا بتبقى فيه جازز موجوده حوالينا اسمها كربون مونو اوكسيد. خلي بالك في فرق ما بين الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد، CO2. الكربون مونوكسيد والاكسجين هما الاثنين بيتشالوا على الايه؟ على الريد بلاد سيلز اللي هي الهيموجلوبين. بس الكربون مونوكسيد اسرع من الاكسجين من 200 ل 250 مره، فبالتالي الكربون مونوكسيد بيجري جري يتحد مع الهيموجلوبين، وساعتها بيكون حاجه اسمها كربوكسي هيموجلوبين، وساعتها بياخد مكان الاكسجين. وعشان كده الكربوكسي هيموجلوبين او الكربون مونوكسيد هو جاز من الجازز اللي ايه؟ اسمه السايلنت كيلر، بيقتلك وانت مش حاسس. لان احنا لو اتنفسناه بكميات فانت جسمك هيزرق، هيحصل لك اختناق وهتموت وانت مش حاسس، لان الاكسجين مش عارف يتحد مع مين؟ مع الهيموجلوبين. فكرات الدم الحمراء مش عارفه تشيل الاكسجين لانها شايله كربون مونوكسيد، والهيموجلوبين في الوقت ده بيبقى اسمه كربوكسي هيموجلوبين. يبقى الاجابه عندنا ان هو تبقى ايه؟ كربون مونوكسيد. خلاص خلصتها خلاص خلصتها. نخش في السؤال الايه السادس بسرعه. A beaker contain 220 جرام. اهم من الشغل ظبط الشغل. فوانت قاعد في ورقه الديفينيشن بيبر، لان انت في الامتحان هتاخد ورقه اسمها ورقه الديفينيشن بيبر، يعني بيسموها ورقه المفاهيم. ورقه المفاهيم دي اكتب عليها اسمك ارقام جلوسك وابدا حل، وما تقلقش من القصه الجميله بتاعتنا دي. فيلا بينا يلا بينا.
الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم اندرلاين على الارقام. انا عارفه ان انت مالكش تقل في المسائل، فانا هقول لك الطريقه السحريه اللي تخليك تحل المساله وانت مش حاسس، حتى لو انت ما بتحبش الماث وبتكرهه. فيلا بينا. اول حاجه هعلم على 220 جرام. طب زي الفل، يلا يلا. اولا انا هعرف من الميجرنج يونت الايه هي مين، فانا بقول جرام، يبقى معنى كلامي انا بلعب مع مين؟ بلعب مع ماس. طيب تعالى اقول لك كده اهوت ايه معلومه حطها حلق في ودنك وانت رايح الامتحان. اي ماس في الدنيا لما بتعامل معاها ما بتعاملش معاها بالجرام، بتعامل معاها بالكيلو جرام. فاول ما تشوف كلمه الجرام اللي قدامك دي جري، ما تترددش وحولها على طول للايه؟ للكيلو جرام. الله يمسيها بالخير مس احسان اللي كانت بتديني الماث في ثالثه ابتدائي، فكانت بتقول لي الكبير بيضرب الصغير، يبقى الصغير بيعمل ايه؟ ديفايدد. فانا عايزه احول الجرام للكيلو جرام. يبقى معنى الكلام ان انا هعمل ديفايدد 1000. يبقى اول خطوه خالص هقول لك ال 220 ديفايدد 1000. انا محتاجه اصغر الخط شويه عشان خاطر ايه؟ نفهم بعض شويه. يلا. فهنقول لك ايه؟ 220 ديفايدد 1000. فساعتها هتساوي ايه؟ هتساوي 0.22 كيلو جرام. زي الفل. يبقى دي اول حاجه خالص. نيجي نتكلم ايه؟ بيقول لك of the water as shown in figure. لو بصيت على الصوره هتلاقي الرقم ده 30 ده اللي هو T1. ولو بصيت على الرقم الثاني فده 90 فبقت T2. يبقى انت معاك درجه الحراره وتقدر تطلع الدلتا تي. طب تمام. بعد كده كمل قال لك السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر 4200 جول بير كيلو جرام باي كلفن، وانت لازم تحفظها. عندك حاجه اسمها سبيسيفيك هيت، والسبيسيفيك هيت بتاعت الميه لازم تحفظها، فهي 4200 جول بير كيلو جرام باي كلفن. تاني جول بير كيلو جرام باي كلفن. طب دي ثابته ما بتتغيرش؟ لا ثابته وما بتتغيرش. طيب نيجي نقول بقى so the amount of heat required. اقف. amount of heat يعني Q، ودي مساله جايه لك في الامتحان، جايه فانت لازم تخش بالقانون ده. شوف بقى انت هتخش القانون ازاي، فركز معايا. يلا اهو ادي كيو، فتقوم عامل لي التراينجل الجميل. يلا ادي التراينجل الجميل ده لازم تحفظه. كيو بتساوي ام سي دلتا تي بالطبله يا اخويا. يلا بسم الله، مفيش وقت خلاص. يلا كيو بتساوي ام سي دلتا تي. كيو بتساوي ام سي دلتا تي. شاطره. يبقى انا عندي كيو اهيت، وهنا اهوت انا متقدره قوي من الخط، ممكن نصغره تاني او ممكن نستخدم القلم ده نجرب. مش كبير برضه. لا اهو نصغره نونه كمان اهو. يلا اهو كده حلو اهو. يلا كيو بتساوي ايه؟ طفيت انا ولا ايه؟ يلا كيو بتساوي ام سي دلتا تي. زي الفل. طيب تعالى بقى نقول الكيو عندك يا ايمو اهو. يلا امشي مع ايمو. كيو بتساوي ايه؟ بتساوي ام سي دلتا تي. الام كانت بكام؟ ب 0.22 باي السي كام؟ 4200. كالكليتر الجاي، واوعى تروح الامتحان بتاع الانتجريتد ساينس من غير الكالكليتر ولا تشغل دماغك. طبعا لو امتحانك تابلت فانت متراضي، هتعرف تطلعها على طول وتشتغل. دلتا تي اللي هي مين؟ اللي هي تي 2 ماينس تي 1، يعني 90 ناقص 30. جري الكالكليتر الجميله هتيجي تحسبها هيطلع لك الرقم الاولاني ده، انا حسبتها 3000 مره، فتبقى 5 ايه؟ 5 5 4 4 0 جول. لا خلاص خلصتها، خلاص خلصتها واتقضى عليها. يبقى انا عندي هنا هوت اللقطه دي اتظبطت معاك عشان خاطر مين؟ عشان خاطر حولت الماس من الجرام للكيلو جرام. خلاص خلصت السؤال ده، خش في السؤال اللي بعده. If the boiling point of the liquid at the top of mountain، علم على كلمه 110 سيليسيوس. اقف شويه. في مراجعات الانقاذ صوتي اتنبح وكنت بقول لك اي سيليسيوس لازم تحوله بالكلفن. انا عارفه انت بترد عليا دلوقتي، اكيد عندك معلومه. فيلا ازاي بتحول كلفن؟ كلمه السر 273. طب لو ما عندكش اديك انت حفظتها. فانت عندك تو ميجرنج يونتس. عندك ايه؟ عندك 2 ترمومتر لحراره، فعندك السيليسيوس اللي هي الطبيعيه بتاعتنا، وعندك الكلفن اللي هي العالميه، كنت بقول لك المتصيطه. فلو انا عايزه احول من السيليسيوس للكلفن، وانت دايما بتسال على الكلفن فصحصح لي لنفسك، هتعمل ايه؟ هتعمل بلس 273. فجر هنقول 110 كالكوليتر يلا بلس 273. لو حسبتها بسرعه هتطلع لك كام؟ هتطلع لك 383. اكتبها عندك يلا كلفن. طب تمام زي الفل. يلا انا عندي ادي الجبل اهو، ويلا بينا اسال السؤال اللي انا لسه سالاه من دقيقه كده. انت مركز وبتجاوب. لما اطلع فوق الضغط بيزيد ولا بيقل؟ الضغط بيقل. طب والبويلينج بوينت بتقل عشان علاقه البويلينج بوينت بالاتموسفيريك بريشر دايركت. فلما اطلع فوق درجه الغليان بيحصل لها ايه؟ بتقل.
فتخيل لو انا قاعده فوق درجه الغليان عندي 383، لو انا نزلت هيحصل لها ايه؟ هتبقى اكبر من 383. يبقى الاجابه عندنا هتبقى ايه؟ هتبقى higher than 383. خلصتها. السؤال اللي بعده. The concentration of the dissolved substance in the water increases. علم على كلمه increases، وده الدرس الرابع عندك في المنهج، فتعالى كده افتكره انا وانت. هنحفظهم 4 كلمات: low high low high. تاني قولها معايا: low high low high. فاللو vapor pressure، high boiling point، طيب low freezing point، طيب high osmotic pressure. يبقى انت ايه هتحفظها؟ يلا بينا. ها، low high low high. ها بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك كل اللي موجودين دولت صح except. خلي بالك معايا ده، يعني انا بدور على صح ولا على الغلط؟ انا بدور على الغلط يا اخويا، مع ان انا وانت صح الصح. فتعالى كده ايه، فوق معايا. بقول لك ايه؟ بقول لك الفيبر بريشر ديكريز. انا لسه بقول لك ان الفيبر بريشر لو يعني ديكريز، وهاي معناها انكريز. يبقى الجمله دي صح، فمش هينفع اختارها. طب اللي بعدها الفريزنج بوينت ديكريز، الحقني فريزنج بوينت لو، يعني برضو الجمله دي صح، فمش هينفع اختارها. الاوزموتيك بريشر بينكريز، عشان كنت بقول عليها هاي فمش هينفع اختارها. اخر واحده البويلينج بوينت ديكريز، لا هي بيحصل لها ايه؟ انكريز. يبقى الاجابه هتبقى مين؟ هتبقى دي. السؤال اللي بعده. A type of the chemical bond of the water in the vapor state. سؤال حلو قوي 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 قوي. علم على كلمة vapor state معايا. يلا بينا. أي طالب انتجريتد ساينس في أولى ثانوي عارف إن المية عندها 2 بوند، هيدروجين بوند وكوفيلنت بوند. مين القوية؟ كوفيلنت. مين الضعيفة؟ هيدروجين. فلما ارفع درجة الحرارة اسخن المية لدرجة انها تغلي، فمين بونز بتتكسر؟ القوية ولا الضعيفة؟ الضعيفة، الهيدروجين بوند. ويتفضل الكوفيلنت بوند. حلو جدا. خش بقى الحتة اللي انت بتتلخبط فيها. هي الكوفيلنت نوعها ايه؟ سنجل زيك يعني ولا دبل؟ لا سنجل. يبقى تو سنجل كوفيلنت بوند، عشان كده احنا هنختار السنجل كوفيلنت بوند. اوعى تنساها، واسفه على طحن خاطرك. يلا. At which of the following temperature does the pure water exist in the liquid؟ علم على كلمة liquid state under the normal condition. وتعالى كده اكتب معايا حتة كنوتس عشان خاطر نخلص من الحتة دي. أنا عندي في سكيل أو measuring units للتمبريتشر اسمها فahrenheit، كنت بقول لك موجودة في USA أمريكا، وعدنا يا رب. فبنقول إيه؟ بنقول إن الفahrenheit عندهم درجة التجمد freezing point في أمريكا بيقيسوها بال 32 F، 32 فahrenheit. يعني الزيرو عندنا بيساوي عندهم 32. طيب وعندك درجة الغليان بتاعتنا بالسيليسيوس 100، هم عندهم درجة الغليان 212. معلش هتحفظها. فيبقى أنا عندي إيه؟ 32 212. أنا بقول لك المية عندهم في حالة السائل الليكويد منين لفين؟ من نطاق 32 لحد 212. يبقى سكة دور على الرقم اللي في النص ما بين ال 32 وال 212. فيلا بينا. 4 ما تجيش، 25 ما تجيش، 30 ما تجيش، يبقى الإجابة هتبقى 122. حلتش قانون ولا وجعت بطني، شغلت عقلي، حلتها في ثانية. الانتجريتد ساينس 60 درجة في جيبك الصغير، خلاص انتهى. ده مع مراجعة الجمهورية، مش هخرج عنها الامتحان أصلا. فيلا بينا. The ratio between the concentration of the positive hydrogen ion، علمني. In acidic solution to the concentration in the alkaline solution. في معايا. وتعالي كده قولي الاغنيه الشهيره بتاعتي. يلا. ايمو كانت بتقول لك ان الواتر لما بيحصل لها هيدروليسيس بتتفك الايه؟ بوزيتيف هيدروجين نيجاتيف هيدروكسيد. تاني فك الايه؟ بوزيتيف هيدروجين نيجاتيف هيدروكسيد. الاسيد عنده ايه؟ بوزيتيف هيدروجين كتير جدا. طيب والبيس او الالكلاين عنده نيجاتيف هيدروكسيد كتير وعنده بوزيتيف هيدروجين قليل. الراجل بقول لك بقى النسبه في البوزيتيف هيدروجين بالنسبه للاسيد كتير والالكلاين قليله. يبقى هتبقى ايكوال 1 ولا ليس 1 ولا جريتر ذان 1؟ هتبقى اكيد جريتر ذان ايه؟ 1. خلصنا اول عمود. يلا بينا خش على العمود الثاني بسرعه. Which of the following statement is correct about the كولينكما tissue؟ علم عليها. في ناس عليها بتقولها كولينكما من ايجيبت زيي، او يقولوا عليها كولينكايما، فالاثنين صح فمش اي مشكله. هما كده كده الاثنين لاتين لانجويج، وانت على الله حكايتك يا اخويا. تحيا جمهوريه مصر العربيه، اسمها بالعربي كولانشيما.
فنرجع تاني للانجلش، الحمد لله على نعمه اللغات. يلا بينا نتكلم على حاجه اسمها الكولينكايما. صح عشان السؤال ده انا اتطلب مني تحديدا. حط سؤال في الحته دي، اشمعنى؟ عشان البلانت تيشو جديده لانج، فكده كده انت جاي لك سؤال على التيشوز. صح الحته دي. تعالى انا وانت نكتب شويه نوتس ايه للحته دي تبدا تزودها. يلا بينا يلا بينا. عندك 3 انواع من الخلايا فاحفظها معايا: بارينكما او بارينكايم، وعندك الكولينكايم، وعندك السكيلا رينكايما. امين. هنحفظ ال3 عشان عارفه ان انت اخرس اصلا، فهنحفظها ايه؟ بارين، كولين، سكيلرين. تمام. طيب نيجي نقول بقى في شويه فلاش ووردز كده لازم ايه نحفظها. البارين هنحفظ معاها كلمه سوفت وكمان فليكسبل، او خليها مشيها الاستيك. يلا عشان هي دايما بتتنطق استيكه عنيفه. يلا بارين، كولين، سكيلرين. طيب نقول ان هو هتبقى ايه؟ اول حاجه هنحفظها ايه؟ سوفت والاستيك، ناعمه وقويه وكلها حنيه. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل فوتو سينثيسيس بروسيس، بتعمل ايه كمان؟ ستور، بتعمل ايه كمان؟ فنتيليشن. يعني ايه كلمه فنتيليشن؟ تهويه. فالخلايا اللي هي البارينكايما مالها؟ بتبقى سوفت والاستيك، بتبقى الخلايا طريه وناعمه. يعني انا لو جيت دلوقتي واخدت تي اس في ستيم، يعني عملت قطاع عرضي في ستيم، جبت ايه؟ جبت ستيم بتاع نبات، جبت حته كده اللي هي الحته الخضراء دي، وقمت قطعتها بالعرض وكبرت الخلايا بتاعتي، فشكلها هيبقى عامل زي ازاي تحت الميكروسكوب؟ هتبقى بالمنظر ده كده. بص، الخلايا اللي هي بتبقى دايما بره على الطرف اهي، وبتبقى الجدر بتاعتها رقيقه خفيفه بالمنظر ده كده، فدي بتبقى اسمها ايه؟ اسمها بارينكايم اهي. انا ما عملتش اي ديبوزيت على الوالز بتاعتها. وكمان ممكن تبقى ليها شكل تاني اللي هي بتبقى ايه؟ بتبقى عندها سبيسز او جابس ما بين الخلايا عشان تعمل فنتيليشن. يعني ايه فنتيليشن؟ تهويه، فتدخل اكسجين وتخرج كربون دايوكسيد. ويا سلام يا سلام يا سلام لو انا بمتحن امتحان تابلت وعندي لون اخضر، انا مش لاقي اللون الاخضر، فخلاص ايه؟ مش هنوجع دماغنا، انت اعمل نفسك عندك ايه؟ عندك عشاء ليلي واللون الاخضر اهو، فيبقى ايه؟ تبقى عندها اخضر موجود كده. فانا كنت بقول لك ايه؟ المطبخ يعني كلوروبلاست، فالكلوروبلاست دي اللي بتعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. شكرا. يبقى الجزء الاولاني بالنسبه لنا ده هو مين؟ هو البارينكماتيشوس اللي هي الاولانيه. طيب خش في الثانيه اللي هي مين بقى؟ الكولينكما او الكولينكايما. كنا بنقول عليها ايه بقى؟ بص، شخصيتي انا برج ايه؟ برج الجوزاء. بعمل الحاجه وعكسها، فتلاقيني بشخط فيك وبعد كده بهزر معاك. ليه بقى؟ جوزاء، فربنا يا رب يشفينا ويعافينا. طيب بس عسل، دمنا عسل وامارات. اكتب لي بحبك. شكرا. نكمل. الكولينكما مالهم؟ بتعمل الحاجه وعكسها، فهي عندها ايه؟ عندها الاستيك. بص بقول لك اكتب لي بحبك، خلاص. بعدها اقوم ايه؟ شخطه فيك، سترينث. يبقى ايه؟ الاستيك وسترينث. تعمل عكس بعضهم على طول، يبقى الاستيك وسترينث، الاستيك وسترينث. فالجوزاء مجانين، يبقى معنى الكلام ان هم مين؟ ان هم الكولينكايم. طب تمام. نيجي نتكلم كمان عندها ايه؟ عندها حاجه لازم تحفظها، عندها حاجه اسمها بيكتين. تاني اسمها ايه؟ بيكتين. وحاجه تانية اسمها سليولوز. يبقى لو شفت اي كلمه من الاربع كلمات دول جري اختار كولينكايم. يبقى احنا عندنا ايه؟ الاستيك وسترينث والبيكتين والايه؟ والسلولوز. طب تعالى اقول لك بتترسم ازاي. بص لي، انا دلوقتي لو جيت في الخلايا بتاعتك الطبيعيه دي وهبدا ارسم هنا اهوت عادي، فرسمت ايه؟ رسمت السيل اهي زي البارينكما اهي، كان عندها الاستيك وول والدنيا حلوه مفيش اي مشكله. قوم حصل بقى ايه؟ يحصل بقى حادثه، اللي هو ايه؟ يحصل ديبوزيشن، يعني ترسب على الجدر بتاعتها بمين؟ بماده السلولوز او البكتين. فبص بقى، يحصل ايه بقى؟ السلولوز او البكتين يبدا يملى الايه؟ يملى الفراغات دي، فهو بالمنظر ده يبدا يملى الفراغ ده، يملاه 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 في الحتت دي، فتلاقيها في حتت كده اتدفنت خالص بالايه؟ بالسلولوز والبكتين اهو. بس لما اشوفها مش هلاقيها ايه؟ اتملت بشكل ايه؟ بشكل كامل. يعني في اماكن فيها سلولوز وبكتين وفي اماكن مش هلاقي فيها سلولوز وبكتين. لو ده حصل يبقى معنى الكلام ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي كولينكماتيشوس اللي هي رقم كام؟ رقم 2. طيب نيجي نتكلم في اخر واحده اللي هي مين بقى؟ السكيلارينكما. احفظها معايا، اول كلمه في السكيلارينكما البقاء لله، نون ليفنج تيشو، خلايا ماتت الله يرحمها، ماتت. طب تمام.
نيجي نتكلم بقى عليها غير انها ماتت، ايه اللي بيحصل؟ ده مرخم عليا بس مش مشكله. سكيلارينكما، فهتبقى ايه؟ نون ليفنج تشو، يعني ايه؟ ماتت الله يرحمها. طيب هتلاقي كلمه ايه كمان؟ سيليولوز وكلمه ليجنين. وخلي بالك عند كلمه ليجنين دي، اول ما تشوف كلمه ليجنين جري هتختار السكيلارينكما. طيب واخر حاجه انها مسؤوله عن السبورت، يعني ايه؟ تدعيم. فهنختار 5 كلمات، يلا كده صغر لك عشان نشوف بقى الموضوع كامل. ها، بارين كولين سكيلارين. عندنا ايه هنا؟ هوت البارين حفظتها لك، هتبقى السوفت الاستيك فوتوسينثيسيس ستور فنتيليشن. طيب الكولينكما يلا راجع معايا، الاستيك سترينث بيكتنج ايه؟ بيكتين سيلولوز. طيب السكيلارينكما هتحفظ فيهم كام؟ 5 كلمات، نون ليفنج وسبورت، وعندك ايه كمان؟ سيلولوز وليجنين. ليجنين خلي بالك. طيب شكلها بتبقى عامله ازاي؟ الخلايا بتاعتها بتبقى رصه جنب بعضها كده، بس بيحصل ايه بقى؟ بيجي عندك البيكتين عندك سوري السلولوز والليجنين تحديدا، ويبدا يترسب على الخلايا يترسب على الخلايا لدرجه ان الخلايا كلها بتتعمي بالمنظر ده، يعني بتبقى عندها ثيكننج عنيف جدا 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 بالمنظر ده، فالجزء الحي فيها خلاص بقى الله يرحمها بيموت، فبيبقى المنظر ده موجود عندنا. يبقى لو جات لك رسمه او جالك المنظر ده سالك على اي كلمه من الكلمات دي، هنسميها زي بالعربي كده كلمات مفتاحيه، لما تشوفها تروح تختار. فبسرعه معلش انا باكد عليكم وعماله بطول في الحته دي لان بقول لك في سؤال جاي في الامتحان عليها كده كده. فعندك 3 انواع من التشو، بارينكايما كولينكايما سكيلارينكايما. البارين هتختار من 5 كلمات، لما تشوفهم جري تختار البارين، سوفت الاستيك فوتوسينثيسيس بروسيس ستور فنتيليشن. عندك الكولينكما هتختار ما بين 4 كلمات، احفظهم حلق في ودنك، عندك سوفت سترينث او الاستيك وسترينث وبيكتين وسيلولوز، كلمه بيكتين تحديدا. طيب اللي بعدها سكيلرينج نون ليفنج سبورت سيلولوز ليجنين. الكلمه دي مهمه قوي قوي قوي، خلي بالك. طيب نيجي نحل بقى السؤال. خلاص انت بقيت بطل العالم، لازم تحل لوحدك. يلا يا حبوب يلا. بقول لك ايه؟ بقول لك انا عندي which of the following statement is corrected about the collincma tissues. فاول حاجه ايه composed of the non-living؟ لا non-living سكيلارينكما، فيبقى دي مش هتمشي معايا. طيب اللي بعدها It's provide the strength and elastic، الحاجة وعكسها جوزاء، يبقى هنختار مين؟ هنختار البي. Which of the following are always exist in the second trophic level؟ يلا خد نفس كده وشغل دماغ، انا قلت لك 123 سؤال مش هخرج عنهم الامتحان، فصح معايا، انا مديتي عليها 60 درجة، فلازم تاخد بالك وتفوق معايا في الحتة دي. second trophic level يعني مستوى الطاقة أو مستوى الغذائي التاني، اكتب عند كلمة trophic level مستويات غذائية. فأنت عندك حاجة اسمها food chain، سلسلة غذاء. سلسلة غذاء ده كائن بياكل كائن بياكل كائن، فصح لي كده. المستوى الاولاني always producer، يعني ممكن اكتب هنا اهوت ان انا عندي في التروفيك ليفل دايما الفيرست تروفيك ليفل يعني مستوى الطاقه الاولاني لازم يبقى بروديوسر. ويعني ايه بروديوسر؟ كائن منتج، اي حاجه لونها اخضر. فنباتات، طب تمام، يبقى الفيرست تروفيك ليفل لازم يبقى نبات. طب نخش على السكند تروفيك ليفل. السكند تروفيك ليفل لازم يبقى اكل نباتات، اللي هو معزه، ارنب، بقره قاعده بتلم معانا في ليله الامتحان، اسفه على قله ادبي. يبقى معنى الكلام ان احنا بندور على هيربي فورس. طيب الكائن من اول التالت ممكن يبقى تالت رابع خامس عادي لان هم بيتكرروا، اسمهم كارنيفورسز، اكلات لحوم، فدولت متكررين عادي، الثيرد والفورث وكمان الفيفث. طيب اخر واحد دايما بيبقى عندنا ايه؟ بيبقى دايما ديكمبوزر، زي مثلا الفطريات الفونكس. خلاص خلصتها؟ خلاص خلصتها. الراجل بيقول لك في السكند تروفيك ليفلز، ها قلت لك ايه؟ هيربي فورسز، اكل نباتات. فمين اللي قدامك ده بياكل نباتات؟ النبات لا، الاسد لا، الفطريات لا، امال مين؟ الرابت الارنب. طب تمام. which of the following statement isn't خلي بالك من كلمه isn't applied to the blood. فامشي معايا كده اهوت وتعالى في السريع راجع لك الدم برضو من الحاجات المهمه اللي بتيجي في الامتحانات لان السنه دي اول مره يجي دم. فعندك ايه؟ عندك 4 صفات للدم. اول صفه ان هو كونكتيف تشو، دي اول حاجه. تاني حاجه بيكون من 4 مكونات. اول مكون هو البلازما، والبلازما ده هو السائل اللي موجود اللي بيدوب جميع الخلايا. طيب نيجي نتكلم البلازما ده هو ايه؟ بيملى كل الفراغات اللي موجوده، بيملى الانترمولكيولر سبيسز او الانترسيلولر سبيسز اللي موجوده. عندك كم نوع من انواع السيلز؟ انا عندي 3 دايبين في الدم، فعندك ريد بلاد سيلز او سسبند، هم مش دايبين يعني هم موجودين في الدم. فعندك الريد بلاد سيلز كرات الدم الحمراء، وايت بلاد سيلز كرات الدم البيضاء، والبلاد بليتلتس اللي هي مين؟ اللي هي صفائح الدمويه.
بس خلاص خلصت كلامي على الدم، خلاص خلصت كلامي على الدم، انا هادوّر على الكلمة الغلط مش الصح، فبيقول لك هو connective tissue الكلام صح، فمش هاختاره. consist of the intercellular substance اسمها بلازما، صح مش هاختارها. consist of the 4 major cell، لأ هُم 3 major cell. لو قُلت لك كام مكون 4 components، لكن عندك كام cell؟ 3 cells بس، اللي هُم مين؟ الred blood cells والwhite blood cells والplatelets. يبقى معنى الكلام إن دي الغلط، يبقى أنا هنا عندي 3 مش 4. طب تمام. What is the most active organelle؟ يلا طبل معايا، كنت دايما بقولها لك في الدرس في الدرس الخامس كنت بقول لك عايز طاقة ميتوكوندريا، عايز طاقة ميتوكوندريا. انا بقول لك دلوقتي most active، مين اكتر حاجة مخلياني active؟ عشان لسه مأكليني حالا دلوقتي. يبقى معنى الكلام ان الاكل بيتحرق في الميتوكوندريا، يبقى الاجابة هتبقى مين؟ هتبقى سي. بطل العالم، حلينا 15 سؤال، صحصح لنفسك واكتب لي تحت كده في الكومنتس ان انت مفوق. Which of the following organism had the breathing opening؟ يا رب أسئلة من النوع ده. مين اللي عنده breathing opening at the top of head يا جماعة؟ مين عنده خرمين موجودين في دماغه؟ ده غير الخرم اللي عندك اللي مخليك مش بتلم مادتي دلوقتي حالا. هم مين؟ الدولفين، يبقى الإجابة هتبقى الدولفين. طيب which chemical substance did the shark قلتها في مراجعات الإنقاذ مليون مرة، أول ما تشوف كلمة shark يوريا، shark يوريا، يبقى الإجابة هتبقى مين؟ يوريا. السؤال اللي بعده. Which of the following living organisms represented an example of the adaptation؟ علم low temperature. يعني ايه low temperature؟ درجات حرارة منخفضة. فعندك حاجتين في منهجك كله من adaptation للlow temperature: ice fish wood frog. ice fish wood frog ice fish wood frog. يبقى هندور على الاجابتين دولت ويلا بينا اختار لوحدك. وود فروج وثورني دي باللازم لا، ايس فيش وتيليبيا لا، وود فروج وايس فيش. الاجابه هتبقى مين؟ هتبقى سي. طيب عشان العلم والتعليم وانا عارفاكي ان انت تحمستي، الثورني دي بالليزر دي بتعاني من الهاي تمبريتشر، يعني درجات حراره مرتفعه لانها عايشه في الصحراء. طب تمام زي الفل. وكلمه تيليبيا عشان لما نشوفها، كلمه تيليبيا معناها سمكه البلطي، ماما بتعملها لنا عادي الصينيه ده اسمها تيليبيا بلطي. طيب when the temperature of the body change from the 50 Fahrenheit to 280 K، اقف، انا مش هينفع اكمل، انا عندي اف وكي ينفع تشتغل باتنين ديفرنت؟ لا، وحد وحد العمله، وحد الله يا اخويا، وحد الله، لا اله الا الله. فبنقول ايه بقى؟ لازم احول، انا بخاف من اف فاروح اعمل العب مع الكي. فيلا بينا نمشي على خطوتين واكتبي ورايا ستيبس. اول حاجه خالص انا عندي عايزه اجيب التي سي بتساوي التي كي ماينس 273. عندك التي كي اللي هي اللي هي 280 ماينس 273 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 7 سيليسيوس. حلو. انا عايزه احول السيليسيوس دي لفahrenheit، يبقى تي اف بتساوي بتساوي 9 اوفر 5، ده قانون، باي تي سي يعني باي 7. فهتعمل هتقفل البراكت بلس 32. طيب لما تيجي تحسبها هتطلع لك 44.6 فahrenheit. احسبها وقول انا صح ولا غلط. طب تمام. يعني انا هطلع هنا عند ال 280 كي دي هكتب 44.6. درجه الحراره كانت 50 بقت 44.6. زادت ولا قلت؟ قلت. يبقى الاجابه هيحصل لها هتديكريس. السؤال اللي بعده. which of the following represented؟ مين من دولت هي represented اذا present موجود؟ مين اللي دايما موجود في كل الخلايا اللي في الحياه؟ فالخلايا اللي في الحياه دي كلها مقفول عليها السيل ممبرين. يبقى السؤال ده كان مهم جدا جدا، واختار كلمه سيل ممبرين. اي سيل ممبرين، اي سيل ممبرين. طيب when the sodium bicarbonate، انا خايفه منك اقسم بالله، يلا بينا. صوديوم خد بالك، لو لقيتي صوديوم بوتاسيوم كالسيوم اي واحده من الثلاثه يبقى جري 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 بيس، يبقى اكتبي لي ان هو بيس. طب تمام. حطيتها في في كميه من الامونيوم كلورايد، NH4Cl ده اسيد. البي اتش هيحصل له هو بيقول لك بيقول لك انا عندي السلندر اهي، السلندر معلش نفسيتها مرهقه شويه فهعدلها معلش عشان خاطر اهم من الشغل ظبط الشغل. فدي السلندر اهي، انا حاطه شويه من الامونيوم كلورايد اهو. البي اتش بتاعهم كام؟ يلا قول لي البي اتش بتاعه اقل من 7. وما انا رحت حطيت عليهم شويه من من الصوديوم بيكربونات، ففي الوقت ده البي اتش هنا هيبقى مين؟ اكبر من 7. فالسؤال بقى بيقول لك ايه اللي هيحصل للبي اتش؟ فالبي اتش طبيعي هيحصل له هيزيد هيقل هيثبت؟ لا طبيعي هو هيحصل له هيزيد.
طب تمام، نكمل. when the nutrients excessively increase، على ما كلمة excessively increase، وأول ما تشوف كلمة excessively increase ده سؤال أنا كنت جايباه من امتحانات السنة اللي فاتت، على طول اختار كلمة abnormal algal blooming. تاني اسمها ايه؟ abnormal algal blooming. أفهمها لك؟ يلا يا أوائل الجمهورية، ها. أنا عندي إيه؟ أنا عندي الكائنات اللي عايشة في المية أذا ألجي ذات طحالب، عندها إيه؟ عندها مادتين مهمين جدا، النيتروجين والفوسفورس. لو أخدتهم بكمية مناسبة النمو يبقى طبيعي، طب لو قلوا يبقى إيه؟ النمو هيتأثر وهيقل. طب لو زادوا تحصل ظاهرة اسمها abnormal algal blooming، اللي هي إيه؟ خلايا بتنتفخ جدا جدا لدرجة إنها بتنفجر وتخرج مواد سامة، فدي مضرة جدا. فعشان كده اول ما تشوف كلمه اكسسفلي انكريز في الاكواتيك سيستم هتختار الابنورمال الجي بلومينج وانت مغمض. سؤال رقم 23 هانت، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا 100 سؤال بس، يعني عدينا ال 23 سؤال، فاضل لنا 100 سؤال خلصوا في ثانيه. بس قبل ما يخلصوا فولو سبسكرايب بقى ويلا بينا، ها نخلص. اكتب لي بحبك ايه، يلا بينا. Which of the following arrangement correctly describe the order of the sulfuric acid drain؟ تعال حللك السؤال ده بطريقة البصمجة، يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكريات تالتة اعدادي، سلفوريك اسيد اخر سنة انت ذاكرت فيها، يلا. سلفوريك اسيد تركيبه ايه هو؟ H2SO4. امين امين. يبقى انا بقول لك فورمنج السلفوريك اسيد، يبقى انا دايما الاجابه هتنتهي بال H2SO4، فاي اجابه ما فيهاش H2SO4 يلا ركبها ايه؟ ركبها السلام مع السلامه مع السلامه. يبقى انا كده اخترت مين؟ اخترت بي وسي ولغيت اي ودي. سهله اهو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم بتتفك وانت ما بتعرفش حاجه. شوف سبحان الله، يلا بينا. طيب ابص بقى في بقيه الاختيارات ويلا بينا نقرب المسافات ما بيننا. هتبقى SO2 SO3 H2SO4 ولا هتبقى SO3 SO2 H2SO4؟ فكر كده. اكيد انا ماشيها بالترتيب بالعقل، يبقى SO2 هتتحول ل SO3 هتتحول ل H2SO4، يبقى الاجابه بسم الله الرحمن الرحيم بي. بطل العالم في الهبد. خلصت صح جدا جدا جدا، ممتاز. يعني اديني رقم تليفونك يا هبات، تحفه. يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ هتبقى S2SO3 H2SO4. طب العلم والتعليم بقى، يلا اوائل الجمهوريه اللي عايزين يعرفوا ايه جت منين، يلا. عندك نوع من انواع الاكسايدز بتتكون اسمها السلفر اوكسايد، بتتكون حاجه اسمها امطار حمضيه اللي هي الايه؟ الاسيدك رين. فوق عشان لو جات لك في سؤال ايساي، يلا. فانا بقول لك السلفر اللي هو مين؟ اس، اول ما بيطلع في الهواء بيلاقي الاكسجين واقف قاعد مستنيك كده فيكون SO2. طب تمام. بعدها يبدا الايه؟ السلفر دايوكسيد اللي هو SO2 ده يتحد مع الاكسجين اللي هو مين؟ اللي هو O2. طب تمام. في اللقطه دي هيحصل ايه؟ هيحصل له اوكسيديشن تاني فهيكون ايه؟ 2SO3. هي بالانسد جدا. انا عندي ايه؟ انا عندي 2 في 2 ب 4 و2 6، 2 في 3 ب 6، يبقى انا عندي 6 اكسجين مظبوطين و2 سلفر 2 سلفر. دي كده بالانسد الايكويشن زي ما كنا بنبالانس السنه اللي فاتت. طيب نيجي دلوقتي بقى الاس او 3 ده مركب مش مستقر، هيروح يقابل البخار الميه اللي موجود في الهواء هيلاقيه قاعد عامل كده، هيتحد معاه فيكون H2SO4. الحقني انت مشيتها بالترتيب وانت مش حاسس، يبقى SO2 SO3 H2SO4. شخبط على الكلام. خلصنا تاني عمود، خش على التالت. انت بتقرب من الفول مارك اهو اهو، اللي هيجيب 60 من 60 في الانتجريتد ساينس. يلا. water is liquid. حماس مرعب، مش قادره افهم ليه. water is liquid state contain. الواتر مالها؟ عندها هيدروجين بوند وكوفالنت بوند، يبقى الاجابه تبقى هيدروجين بوند وكوفالنت بوند. في عيال بقى تيجي للسؤال السالك ده تقول لك اكيد السؤال مش هيبقى بالسلكان، فتبدا بقى ايه؟ تروح تختار اجابه متخلفه معاقه. ليه؟ ده مرض بقى، هي مش قادره، عندها تراستنج ايشو. فلمي نفسك، ده سؤال سهل عادي مفيش مشكله. فطالما سؤال سالك حليه سلكان. طب السؤال بيلف ويدور هيبقوا موجودين فانت هتعرفيهم، هتقطعي عليهم. سؤال رقم 25 سؤال بيكس وفيه فكره، فصحصحي كده عشان خاطر انا حاطاه للعيال اللي مش هيتفرجوا على المراجعه بتاعتي يغلطوا فيه وانتي بس اللي تنجحي. يلا بينا. وهنا موفينج باروميتر، علم على كلمه باروميتر. ادي الباروميتر. باروميتر ده مين؟ ده جهاز بيقيس لك الضغط، بريشر. طب تمام. شكله عامل ازاي؟ شكله عامل زي الحله اهي، بس احنا ايه؟ هنقول عشان احنا بتوع لغات فهنقول عليها بيسن بيسن بيسن. اوكي. نيجي نتكلم بقى فوق الحله دي مقلوب عليها السلندر. ادي السلندر اهي، ادي السلندر بتاعتنا. يبقى بيسن والسلندر. اوكي. اللي بيحصل في البيسن عكس اللي بيحصل في الايه؟ في السلندر. مين السائل
اللي موجود عندك مغرق القصه دي هو ميركوري. مش بيكسب بقى، ميركوري. تمام. بص بقى من الاخر، هتكتب نوتس ورايا نحل بيها اللقطه كلها. يلا. اللي بيحصل في السلندر نفس اللي بيحصل في البريشر. فلو الضغط زاد السلندر هتعلى، طب ولو الضغط قل الميركوري اللي في السلندر هيقل. طب تمام. لكن اللي بيحصل في البيسن عكس اللي بيحصل في البريشر. فيها كده مشكله؟ لو الضغط زاد يبقى البيسن هيقل، طب لو الضغط قل يبقى البيسن هيزيد نسبه الميركوري او ليفل الميركوري جوه في البيسن. فيها كده مشكله؟ ان شاء الله ما فيهاش مشاكل. فنيجي نقول بقى from the foot of the mountain to the top، يعني انا من تحت لفوق انا طالعه. يلا سمعني صوتك كده. لما اطلع فوق الضغط بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. فايه اللي هيحصل لاماونت اوف ذا ميركوري في البيسن؟ نفسه ولا عكس؟ عكس. يبقى عكس هيقل ايه؟ يزيد. اجزم ان العيال هتحلها غلط. ليه؟ محدش هياخد باله غيرك انت ان انت ناصح واخد بالك. اكتب لي كومنت وقول لي ان انت واخد بالك وانا هرد عليك. طيب how many hydrogen atom؟ يلا عركه. عدد الهيدروجين اتومز were involved بتخش في ايه؟ في 6 هيدروجين بوند. سؤال جامد. تعالى انا وانت نتعارك. 6 ولا 12؟ 6 ولا 12؟ 6 ولا 12؟ الاجابه بسم الله الرحمن الرحيم 6. ليه؟ تعالى احلها معاكي بسرعه. اقنعك يقتلك. ها، انا عندي ال OHH مين دي؟ ميه. اختها OHH مين دي؟ ميه. يرتبطوا ببعض بايه؟ بهيدروجين بوند. ترتبط ما بين مين؟ ما بين الاو والاتش. اقف. هيدروجين بوند تحصل ما بين هيدروجينيه واكسجينيه. يبقى لو جيت وقلت لك عدد الهيدروجين اتوم اللي بتخش في ايه؟ في تركيب الهيدروجين بوند، فكل هيدروجين بوند قصادها هيدروجينيه واكسجينيه. يبقى عدد الهيدروجين ايه؟ اتومز 6 على حسب عدد الايه؟ الهيدروجين بوند. فقلت لك 6 قلت لك 5 قلت لك لا خلصت. طيب يبقى الاجابه هتبقى مين؟ 6. السؤال اللي بعده سؤال محترم جدا جدا، ودي من الاسئله المهمه اللي هتيجي في الامتحان. فيلا كده هو تعمل لي كده هو ايه؟ نجمه. يلا بقول لك مين من الانزيمز اللي قدامك دي هايلي سبيسيفيك؟ علم كده. يعني ايه كلمه هايلي سبيسيفيك؟ يعني اكتر اخلاصا. هو هايلي سبيسيفيك يعني اكتر واحد فيهم متخصص جدا جدا جدا. السايتس اللي موجوده قدامك دي هنسميها اكتف سايت. يبقى اكتبي كده اهوت عندها اكتف سايت. ومين الاكتف سايت؟ انا عندي نظريه اسمها لوك اند كي. كل انزيم بيرتبط بالسبستريت في مكان معين اللي هو اسمه اكتف سايت، بيركبوا مع بعض كده زي البازل. طب تمام. الانزيم ده ممكن يتعامل مع ماده وممكن يتعامل مع اكتر من ماده، فكل ما يبقى عنده اكتف سايتس قليله كل ما يبقى هايلي سبيسيفيك. فبصي لي كده في الحته دي وعدي. انا عندي كام اكتف سايت هنا؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. فاكتبي نقط 4. طب النقط عندك كام واحد؟ انا عندي ادي 1 ادي ايه؟ ادي 2. يبقى انا عندي نقط 2. طب عندي نقط كام واحد؟ عندي واحد بس. طب النقط عندي كام واحده؟ ادي 1 2 3. يبقى 3. مين اقل واحد فيهم في الاكتف سايت؟ هو اول واحد. يبقى هو ده هايلي سبيسيفيك. يبقى انت عندك اول واحد مرتبط بواحده بس، مخلص لويال. لكن الايه؟ الرابع ده بيرتبط باربعه. مخلص ايه؟ ده فاتحها سداح مداح. اللي بعدها ده اوبوزيت جراف. انا طبعا لو جات لي مساله زي كده استحاله اقرا كل الكلام ده، وانا عارفه انك استحاله تقرا الكلام ده، فتعالى من الاخر كده نحلها في ثانيه. عندك العلاقه دي ما بين مين؟ ما بين كيو وما بين دلتا تي. انا حاسه ان انا قلت القانون ده من شويه، اقسم بالله قلت لك جاي في الامتحان واكدت فباكد تاني. يلا اعمل لي تراينجل يا اخويا. كيو بتساوي ام سي دلتا تي. كيو بتساوي ام سي دلتا تي. يبقى هنا اهوت ادي الام سي دلتا تي وادي الكيو. مراجعه مش هيخرج منها الامتحان وباكد. يلا انا عندي ايه؟ اللي فوق متصالح مع اللي تحت، يعني العلاقه ما بينهم دايركتلي بروبورشنال. طيب انا عندي ما بين مين وما بين مين؟ ما بين الكيو والدلتا تي. يبقى الكيو از دايركتلي بروبورشنال مع الدلتا تي. كل ما الكيو تزيد كل ما الدلتا تي تزيد والعكس. طب تمام زي الفل. فيبقى انا ماشيه بالترتيب. مين اعلى واحد يا جماعه في الكيو؟ هو الاكس، واللي بعده الواي، بعدها الزد. يبقى ده رقم 1. ده رقم 2. ده رقم ايه؟ 3. يبقى الاجابات هتمشي ايه؟ اكس واي زد. اللي هو مين؟ اللي هو الاجابه هتبقى بي. خلصت. ثانيه تشغيل دماغ. يلا اللي بعدها. Which of the following is considered the example of the behavioral adaptation؟ على ما كلمه behavioral. واول ما تشوف كلمه behavioral
hibernation. behavioral hibernation. يبقى على طول هندور على كلمة hibernation. طب انت بقى علم والتعليم واوائل الجمهوريه خلاص عمياكي، حليتي 29 سؤال، حاسه ان انت هتجيبي الانتجريتد ساينس في شوال، فتعالى ازود معاكي المعلومه. سويت سكريشن، يعني لما يجي لك في الامتحان يقول لك سويت سكريشن. انا عندي كام نوع من انواع الادابتيشن؟ انا عندي 3، يا اما يبقى behavioral، يا اما يبقى functional، يا اما يبقى structural. فلو قلت لك سويت سكريشن يبقى ده functional. اكتبي عندها functional. strong close دي يعني ايه؟ حوافر. فالحوافر ده جزء من اجزاء الجسم يبقى structural. طيب hibernation لسه قايله ان هي ايه؟ behavioral. طيب اللي بعدها the monkey with the long arms، يعني عندك الايه؟ القرود عندها دراعات ايه؟ دراعات طويله. بص على دراعك كده هتعرف. يبقى معنى الكلام ان هي ايه؟ ان هي structural adaptation. يبقى خلاص احنا كده ايه؟ خلصناه. خش على السؤال الايه؟ ال 30 سؤال مضمون في الامتحان. السي بريز، اول ما تشوف كلمه سي بريز ابدا بالكولد، ما تبداش بالورم. يبقى هنستبعد ورم. شكرا. الكولد بيتحرك منين لفين؟ اتحرك من الميه للرمله، يعني من الوتر لللاند. فتبقى الاجابه عندك مين؟ هتبقى cold air moving from the water surface to the land. ثانيه خلص. اللي بعده which of the following is greater for the pure water molecules at 1 silicious than 4 silicious. يلا. الراجل نفسه يتجوز كام يا محمود؟ 4. فمعنى الكلام ان احنا عندنا عند ال4 سيليسيوس الدنسيتي بتاعت الميه بتساوي ايه؟ 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. لما نقرب من ال4 يفرح الدنسيتي يحصل لها ايه؟ تزيد. يبقى احنا عندنا عند ال4 سيليسيوس الدنسيتي بتاعتك بيحصل لها ايه؟ الدنسيتي تبقى اعلى حاجه في الدنيا، والفوليوم يبقى اقل حاجه في الدنيا. طب تمام. انا دلوقتي ببعد عن ال4 رايح عند ال1 سيليسيوس. قولي لي ال1 سيليسيوس الدنسيتي قليله والفوليوم كبير. نيجي بقى نتكلم. انا مش لاقيه في الاجابات كلمه فوليوم، بس لاقيه انتر سيلولار سبيسز او انتر موليكيولار سبيسز. انتر موليكيولار سبيسز اكتبي جنبها فوليوم. يبقى هو بيقول لك مين ازيد حاجه عندك في ايه؟ عند ال1 سيليسيوس هتقولي دنسيتي قليله بس فوليوم كبير، والفوليوم معناها ان هي انتر موليكيولار سبيسز. خلصتها. الرسمه اللي كنت رسمها من شويه. يلا بينا. مين اول واحد اللي هو الجدر بتاعته ناعمه؟ ها، بارينكيما. طيب مين الايه اللي عنده ثيكنس بس مش اقوى حاجه؟ هذا اسمه ايه؟ كولينكما. طيب مين ده اللي متوفيه يا حياتي؟ ها، سكيلرينكما. طب بص هنا هو بيقول لك يا جماعه in the stem of the higher plant what is the tissue the cell will contain the cellulose وبكتين. يعني عنده ترسبات من السلولوز والبكتين. يبقى قصده مين؟ عنده كولينكما. يبقى رقم كام؟ رقم 2. شكرا. السؤال اللي بعده which of the following choices is not from the environmental protection. الحته دي انا ما بعرفش احلها غير بكلمه عبيطه قوي كي جي 2 ستايل، حلوه ووحشه. فانا بقول لك is not from the environmental protection. يعني ايه؟ يعني انا بدور على حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه. فانت هتدور على حاجه الوحشه بالنسبه للبيئه. فيلا بينا. الرينيوبل انرجي. كلمه رينيوبل انرجي لو انت مش عارفها انت فلاح. رينيوبل انرجي طاقه متجدده. لو استخدمت طاقه متجدده الله دي احلى حاجه في الحياه. فيبقى دي حاجه حلوه وانا مش عايزه الحاجه الحلوه، انا عايزه الوحشه. طب تمام. نيجي نستخدم ايه؟ هنقلل استخدام او استهلاك البلاستيك. طبعا دي حاجه حلوه جدا، يبقى انا برضو مش عايزه الحاجه الحلوه. طب اخر حاجه reducing الكول يوسج، يعني هقلل استخدام الفحم. دي حاجه حلوه. يبقى معنى الكلام ايه؟ مش هينفع. يبقى هنقول لك ايه؟ اقول لك اللي فاضل لنا اللي هي ايه؟ اكسبانشن. فهمتها هنمشيها ازاي؟ نمشيها حاجه حلوه حاجه ايه؟ حاجه وحشه. فبالنسبه لك احنا بندور على الوحش عشان خاطر احنا حلوين بس. خلاص خلصتها. السؤال ده الناس بتقطع شرايينها بالطول فيه. فيلا بينا. هو في فكره وانا مش محتاجه منك انك انت دحيح، انا محتاجه منك انك انت مركز ودماغك بس نظيفه. يلا. بقول لك ايه؟ بقول لك 3 containers which of the following. انا ماليش دعوه بالكلام، انا هروح ابص حبيبي على الايه؟ على الكونتينرز اللي موجوده. انا عندي كام واحده؟ انا عندي 3. ادي اول واحد، ادي تاني واحد، ادي تالت واحد. طيب مين العاديين؟ اول واحد تاني واحد اسكاب ليهم. روح بص على الايه؟ على رقم 3. انا عندي رقم 3 ده ماله؟ عندك سائلين راكبين على بعضهم. طب تمام. بالعقل انت لو انت جاموسه وبسالك السائل اللي فوق والسائل اللي تحت مين اللي الضغط بتاعه اعلى؟ فالضغط بتاعه اعلى اكيد الايه؟ اللي تحت. ليه؟ لانه شايل حمول. طيب ومين الخفيف؟ اللي هو ايه؟ اللي فوق. ليه؟ عشان هو متشال. خلاص كده خلصت.
يبقى اخف واحد بالنسبه لنا خلاص هو مين؟ هو B3. واتقل واحد بالنسبه لنا هو مين؟ هو B4. وانا ماشيه بالترتيب خلاص. طب تمام، فيبقى انا بادئه بالB4 وبنتهي بالB3. ده بسم الله الرحمن الرحيم. اي اجابه غير اللي انا كاتباها دي تستبعد. يبقى هبدا استبعد اول واحده وهستبعد تاني واحده. بص الدنيا سهله ازاي، بس انت اللي مصعبها، انت اللي ايه اللي ما كنتش بتتفرج على فيديوهاتي بس. فيلا بينا. طيب ما انا عندي اجابتين هم ماشيين معايا ينفعوا، هختار ما بين السي والدي. مش حادي بادي بقى، تعالى شغل دماغك معايا ويلا قوه الملاحظه بس تعلى شويه. لو بصيت عند السائل اللي هو البي 3 هتلاقيه مكتوب عليه ليكويد اكس، واديك انت شايف ان هو مصفر. ده مش الصفار بتاع الايه بتاع اخصامي، لا ده صفار الايه الليكويد نفسه، ده ليكويد اصفر. طب تمام زي اخصامنا بالظبط. فيبقى ده ليكويد اكس. لو بصيت كده هتلاقي نفسه ليكويد اكس عند بي 1. يعني ده شويه زيت شويه زيت. الله حلو قوي. يبقى معنى الكلام ان اصلا 3 هي مين؟ هي 1. طب تمام. فهقول له ان البي 3 دي بتساوي ايه؟ بي 1. شكرا، انا مش محتاجه منك اكتر من كده. الاجابه ظهرت يا اخويا، ظهر الحق. يبقى معنى الكلام بي 4 بيبقى ماله هو اتقل واحد بالنسبه لبعدها بي 2، بعدها بالنسبه لنا بي 1 اللي بيساوي بي 3. اتقضى عليها وخلصت العمود رقم 3. خش في العمود رقم 4. هانت، انت بطل العالم اقسم بالله. يلا. الدوس solutions of the solid salt. سؤال عبيط بس انت مش مترجم ومش رابط في المنهج. يلا بينا. solid salt، انت عارف مين السوليد سولت؟ ال NaCl. طيب لما يجي يدوب في الميه اللي هي H2O، يا نهار ابيض على العبط. يلا الواتر فاكر ايه؟ بوزيتيف هيدروجين نيجاتيف هيدروكسيد. طيب وال NaCl هيتفك ال Na بوزيتيف والCl ايه؟ نيجاتيف. ال Na تروح تجري تشد لمين؟ للنيجاتيف هيدروكسيد. طيب والسي ال النيجاتيف هتروح تتشد للايه؟ للبوزيتيف. اللي حصل ده اسمه هيدروليسيس، يبقى هيدروليسيس اوف صوت. طب تمام. وات از ذا probable effect of the global warming؟ اقف كده. global warming احتباس حراري. الاحتباس الحراري ده بيعمل ايه؟ بيعمل ارتفاع في درجه الحراره تؤدي لارتفاع الميه في البحار والمحيطات، يؤدي لنقص البايودايفرستي. يعني بيسبب مشاكل، حاجات وحشه مش حاجات حلوه. فتعالى كده ندور على الوحش. reducing البايودايفرستي in the sea. الكلام صح جدا، يبقى احنا هنختارها ايه. السؤال اللي بعده. If the hydrological cycle of the water، سؤال القمر، return back to the sea. اكتر درس انت مذاكراه في حياتك. اي حد كده في اولى ثانوي يساله كده قول له تعرف ايه عن المنهج، يقول لك الدرس الاول. الدرس الاول الهيدرولوجيكال سايكل. سمعيها كده معايا. evaporation condensation precipitation collection. انا بقول لك الميه رجع على البحر، رجع. يبقى النص الاولاني ولا النص الثاني؟ النص الثاني ده اللي هو ايه؟ precipitation collection. دوري عليهم. اول حاجه كوندنسيشن وايفابوريشن مع السلامه، باي باي. طب كوندنسيشن باي باي، ايفابوريشن باي باي. رين فول معناها بريسبتيشن، مطره. طب والرن اوت معناها ايه؟ رن اوف معناها كولكشن. يبقى الاجابه هتبقى مين؟ هتبقى دي. يلا السؤال اللي بعده. عندك افود تشين انكلودد ذا بريداتوري فيش. رقم معايا يلا. بريداتوري فيش دي رقم كام؟ رقم 4. طيب الالجي رقم 1. طب الزوبلانكتون رقم 2. طب السمول فيش رقم كام؟ 3. هنكتبها بالترتيب بقى. مين بياكل مين؟ الجي، بعدها بياكلها زوبلانكتون، بياكلها سمول فيش، بياكلها لارج فيش او البريداتوري فيش. الراجل بيقول لك ايه اللي هيحصل لو البريداتوري فيش اكلت السمول فيش. فلو السمول فيش اتاكلت يبقى معنى الكلام ان الزوبلانكتون هتكتر والالجي هتقل. يبقى الاجابه هتبقى مين؟ زوبلانكتون انكريز والالجي ديكريس. يبقى اول واحده. السؤال رقم 39. ما تزهقش، يلا ال 60 درجه ما تنساش، احنا ليله الامتحان. يلا نكمل. Which of the following correctly describe the wind between the two regions of the atmospheric pressure؟ اكتب ورايا نوتس وفوقي الحته دي. يلا بصمجها لك. منتهى البساطه انا عندي الهواء بيتحرك من مناطق الهاي بريشر لمناطق اللو بريشر، وكل ما الفرق ما بينهم يبقى كبير فسرعه الرياح تبقى شديده، وكل ما الفرق يبقى قليل يبقى سرعه الرياح ايه؟ قليله. يعني هاي معاها ايه؟ معاها هاي لو، او هاي لارج وتبقى لو سمول. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. تعالى بقى ندور على الاجابه دي. The wind speed is high. دور على كلمة بقى هاي تاني أو small، أو نشوف القصة بتاعتنا. and the difference of the pressure of the two regions small. هاي وسمول تمشي؟ لا، احنا قلنا متصالحين ماشيين مع بعضهم. يبقى دي مش هتنفع. السؤال اللي بعده أو الإجابة اللي بعدها. when the speed is low، لما يبقى الفرق في الديفرنس ما بينهم في سمول. الكلام صح ولا غلط؟ صح جدا. يبقى الإجابة هتبقى مين؟ هتبقى بي، عشان دورت على لو ايه؟ وسمول. شكرا. يلا خش في اللي بعدها.
ريفش. انت عارف ريفش دي اللي هي مين؟ عارف الباص بتاع نيمو اللي كان بيشيلهم على ظهره؟ هو ده. فالريفش سمكه عايشه في الديب ووتر، بتعيش على اعماق اكتر من 2000 متر. تعالى كده اتكلم معايا فيها. السمكه دي عندها كميه من الاويل في الليفر بتاعها، في الكبد بتاعها، كتيره ولا قليله؟ كتيره. يبقى هاي اماونت اوف ريبريشن. يبقى اول واحده تروح، تاني واحده راحت مع السلامه. طب نيجي نتكلم على السمكه دي جوه جسمها، في عظم ولا غضاريف؟ غضاريف، عشان العظم هيطحن لو تحت. يبقى معنى الكلام انها تبقى هاي اماونت اوف اويل وكارتلجنس. خش في السؤال اللي بعده. بالمره تعالى نراجع. يلا. بقول لك it had the least temperature. مين اقل درجه حراره في الغلاف الجوي؟ الميسوسفير. طب لو انت شاطر تعرف تفتكر معايا هي درجه الحراره كانت فيها كام؟ نيجاتيف 93 سيليسيوس. شاطر. خش في اللي بعدها. in which of the meters كنت بقولها لك ام. فيبقى احنا هنا اهوت هتبقى ايه؟ هتبقى ميسوسفير برضو. طب تمام. used in the wireless communication. الو، انا جبت 60 من 60 في الانتجريتد ساينس عشان انت على وضعك اتفرجت على مراجعاتي. يلا. يبقى wireless communication هتبقى ايه؟ هتبقى ionosphere. preferable to ايه؟ to fly aircrafts. stratosphere. فانا بقول لك مين من دول بيعبر لك على الميسوسفير؟ وايركرافت كلمه جايه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اضايقك. او بقول لك مين يا جماعه اللي ريليتد بقصه الاير ايه؟ الميسوسفير. جايبه ايركرافت عشان تتلخبط، بس فكك منها. انا دلوقتي بقول لك اللي بيخص الميسوسفير. فاللي يخص الميسوسفير بالنسبه لنا هي اول اجابه وثاني اجابه اللي هي 1 و2. انا اخترت غلط. يبقى 1 و2. بص بقى اهو ده العته اللي بيجي لها في الامتحان، زي ما انا برضو حول جاني اهي. يبقى 1 و2. دون تحوليش. يلا. مارين اورجانيزمز بروديوس ذا كربون دايوكسيد. علمي على الكربون دايوكسيد جاز وتعالي اكتبي ورايا. ترانسبيريشن بتخرج H2O. كاتابوليزم بتخرج CO2. فوتوسينثيسيس بروسيس بتخرج O2. بروتين ساينسز. يعني ايه كلمه ساينسز؟ يعني تصنيع بروتين، اكيد هيطلع بروتين. وانا بقول لك مين بيطلع كربون دايوكسيد؟ يبقى مين؟ كاتابوليزم. طيب. when water vapor condense. لما الواتر فيبر بيكوندنس، التمبريتشر في السراوندينج. صح معايا. علاقه الواتر فيبر اكتبيها كده، لما ال H2O بتزيد التمبريتشر بتزيد، يعني العلاقه ما بينهم ايه؟ دايركت. طيب. فيبقى انا هدور على كلمه increases وكلمه decreases، دي هتستبعد، دي معاش معانا ودي مش معانا. طيب. لما درجه الحراره بتزيد ليه؟ عشان الواتر فيبر بيابزورب الهيت ولا بيريليز الهيت؟ طبعا بيريليز الهيت. السؤال اللي بعده. which of the following leads to the decrease البي اتش؟ لو ما حلتيش السؤال ده قطعي شرايينك، قومي قطعي شرايينك دلوقتي حالا يلا. يبقى decrease البي اتش. decrease البي اتش معناها انا بدور على اسيد ولا بيس؟ اسيد. مين الاسيد اللي موجودين عندنا؟ فبالنسبه لنا اول واحده دي اللي هي سي اي. ايمو قالت لك اول ما تشوف سي اي تبقى بيس. طيب. NaCl ده سولت فده نيوترال اصلا. و H2O برضه نيوترال. يبقى الاجابه الوحيده ايه؟ H2SO4. طيب السؤال اللي انت هتموتي وتحليه، ذكريات بقى اول درس انت بتحبيه. ايه الكوركت اوردر في ستيج في الهيدرولوجيكال سايكل؟ يلا بينا. هيدرولوجيكال سايكل بتبدا مين؟ ايفابوريشن، كوندنسيشن، رين فول اللي هي البريسبتيشن، والايه؟ والران اوف اللي هي الكولكشن. اشطر كتكوت خلص العمود الرابع. يلا بينا. هانت قربت تخلص. 46. بقول لك ايه؟ ده ارث ريتين الاتموسفير. اقف لي. هو احنا ليه بنحتفظ بالاتموسفير؟ عشان الجاذبيه بتاعتنا قويه ولا ضعيفه؟ قويه. يبقى الارث جرافيتي از سترونجر. السؤال اللي بعده. يلا. بقول لك ايه؟ ترجم. autotrophic organisms are found in abundance in the deeps. علم على كلمتها. اوتوتروفيك اورجانيزمز كائنات بروديوسر، يعني بتعمل عمليه البناء الضوئي. يعني بتكلم على نبات. النباتات بتعيش في الديب ولا السيرفس؟ ها السيرفس. يبقى ان هو سيرفس. يبقى الجمله دي صح ولا غلط؟ لا الجمله دي غلط. ماشي. living organism in the water the polar region is negatively affected in the winter due to the lackage of the food availability. يعني ايه؟ يعني الكائنات الحيه بتعيش في الميه في الاقطاب بتتاثر في فتره الشتاء لان نقص كميه الغذاء. طبعا لان مفيش شمس، فهتعمل اكل ازاي؟ يبقى الجمله دي صح الصح، والكبده دي صح الصح. الكره الريفس بتعيش في الورم شالو واتر. الكلام صح الصح. يبقى مين من دولت صح؟ فهتبقى الاجابه الثانيه والثالثه. خلي بالك ما تحولش. يبقى الثانيه والثالثه.
which of the following living organism belong to the molluscus؟ علم على كلمة molluscus. كلمة molluscus بالنسبة لنا هي كلمة الرخويات. من الرخويات دي حاجة كده لزجة زيك بالظبط، فيلا بينا. شريمب؟ لا، شريمب من الكريستس اوشن، يعني من القشريات. طب الريفش سمكة مالهاش علاقة. الكورال شعاب مرجانية دي ناشفة. طب الكليم ده اللي هو مين؟ اللي هو الحلزونة، اللي هو كائن الحلزون ده اللي هو بيطلع حاجة كده رخمة، فهو يبقى مين؟ المولاسكس كليم. an amount of the water الماس بتاعتها 1 كيلو جرام، التمبريتشر بتاعتها 10 سيليسيوس. had the lowest، على مع كلمة lowest. amount of the heat اللي هو الرقم الكبير ده through the interval of time if you know that the specific heat of the water، الرقم الجميل ده. then the density of the water through the period of time. اقف لي عند الحته دي، تحفه. السؤال ده لما هيجي هتلاقي العيال جري خلاص فتحت الكالكوليتر وانت قاعد في الامتحان انت مش فاهم هم بيعملوا ايه بالكالكوليتر دي، يعني العيال دي بتحسب ايه انا مش عارف. فانت صح هم اللي غلط. العيال في الوقت ده هتبدا بقى تلاقي كده يا عيني العيال بقى اللي ما صفتش المراجعه بتاعتنا هتلاقيهم بقى قاعدين ماسكين آلة حاسبه عمالين بيكتبوا كيو بتساوي ام سي دلتا تي، ده لو افتكروا القانون اصلا، وعمالين بيحسبوا بيدوروا بطنهم بتوجعهم، والسؤال كله في كلمتين. خدت بالك منهم هتحل السؤال، ما خدتش بالك منهم السؤال راح من غير ما تحسب بكالكوليتر واحده. يلا حلها لك كده بالحب. كلمه لوست، كلمه 4200 جول بالكيلو جرام بالكيلو. اقف الحته دي كده اسمها سبيسيفيك هيت. لو انت على الله ما تعرفش يعني ايه سبيسيفيك هيت انا هفكرك بيها. السبيسيفيك هيت انا هسالك سؤال بما يرضي الله. انا لو واقفه على الرمله الساعه 1 الظهر، تمام؟ مين اللي اسخن، الرمله ولا الميه؟ الرمله. طب الساعه 1 بالليل الميه، فالرمله بتسخن بسرعه وتفقد حرارتها بسرعه، يبقى السبيسيفيك هيت بتاعتها لو. لكن الميه بتسخن بالراحه وبتبرد بالراحه، تبقى هاي سبيسيفيك هيت. يبقى قصه احتفاظ الميه بدرجه الحراره ما بتكتسبهاش بسرعه ما بتفتقدهاش بسرعه، دي اسمها سبيسيفيك هيت. ولو جالك سؤالها ايساي في الامتحان هتقوم ترقع بالزغروطه. ليه الميه عندها هاي سبيسيفيك هيت؟ هتقولي لي ديو تو ذا بريسنس اوف هيدروجين بوند، عشان وجود الهيدروجين بوند. طب تمام زي الفل. زودي بقى معلش حقك عليا هتحفظي السبيسيفيك هيت بتاعت الميه 4200، هي ثابته جدا. فلو انا عندي نقطه ميه 4200، لو عندي بير من الميه 4200 ما بتتغيرش لانها ما لهاش علاقه بالكميه. خلصتها لسه بقى قايله حالا 4200 دي في حاله الايه؟ الليكويد. طب هي الميه الليكويد عند درجه حراره كام؟ 4. فانا عند الايه؟ عند ال4 سيليسيوس، هنفترض يعني ان هي عند 4 سيليسيوس في الوقت ده الدنسيتي بتاعت الميه مالها از فيري هاي جدا. طب تمام، يبقى انا دلوقتي هدور على كلمه ايه؟ ديكريس؟ لا. كلمه ديكريس؟ لا. يبقى انا هدور على انكريس. بص كلمه خليتني استبعد اجابتين وهفكر في اجابتين امخمخ لها واحلها. يلا الراجل ايه؟ انا اخترت الكلمه الاولانيه وخدت منها غيتي. طب اطلع فوق، قال لك lost التمبريتشر، يعني فقدت درجه الحراره، فانا عندي بقل في درجه الحراره. طب اخويا هو انا لو بعدت عن 4 الدنسيتي هتزيد ولا هتقل؟ هتقل. طب ليه؟ قلت لك عشان خاطر بتزعل لما تبعد عن ال4، يبقى معنى الكلام انها هتقل، فالدنسيتي هتقل. يبقى فاول حاجه هيحصل لها بتزيد، بعدها بيحصل لها ايه؟ بتقل. قول لي بحبك بسرعه. شطاره حلاوه طعامه، خلصتها في ثانيه من غير ما احط كالكوليتر. خلصت. السؤال اللي بعده. What happened to the volume؟ علم على كلمه volume لما درجه الحراره بتتغير من 33 ل 39 فهرنهايت. شكرا، ريح دماغه مش هيخليني احول. بس انا دلوقتي عايزه اعرف العلاقه ما بين الفوليوم، اكتبي ورايا، والتمبريتشر is inversely proportional. علاقتهم ايه؟ indirect. فيبقى لما انا درجه الحراره عندك من 33 ل 39 هي كده بتزيد، يبقى معنى الكلام اللي هيحصل الفوليوم هيقل. يبقى الاجابه هتبقى دي. زغروطه يا حاج. احنا خلاص خلصنا 50 سؤال من 123 سؤال، خلاص قربنا نخلص المراجعه. اوف انا بقالي ساعه، انا اديني كمان ربع ساعه اخلص لك المراجعه دي يا جماعه. جامده ازاي؟ Which of the following isn't from the excretory substance in animal؟ يلا مين من دولت مش من الاكسكريتوري سبستنس؟ طيب انت ايه الاكسكريتوري سبستنس؟ ايه المواد الاخراجيه بتاعتك؟ انت بتخرج ايه لا مؤاخذه؟ فانت بتخرج، تمام؟
كربون دايوكسيد ده من المواد الاخراقيه، مش هينفع نختارها. طيب الووتر فيبر انت عرفنا تفتفى. طب اليوريا بيبي كل دقيقه، يبقى مين الوحيد اللي مش بتخرجه انت؟ الاكسجين. انت لو خرجت الاكسجين هنحطك في متحف. ليه؟ عشان انت ما بتخرجش اكسجين، انت بتستهلك اكسجين، انت مش زرعه يالا. يبقى الاجابه هتبقى مين؟ هتبقى اكسجين. السؤال رقم 52. يا رب بس الاكل ما يبقاش ملحوسني. طبعا المفروض اقول لك خد بريك واطلع اكل، بس انا مش هقول لك كده. ليه؟ عشان انت مزنوق، انت مزنوق زنقه الكلاب. فلا تاخد بريك ولا تاكل، انا اخد بريك واكل. ليه؟ عشان انا مش مزنوقه، انا شاطره. انا شاطره، مخلصه منهج، مراجعه منهج، ونزلت اسئله جريده الجمهوريه وبحلها. انت مش زيي، حل معايا ما تاخدش بريك. يلا. which of the following isn't، علم على كلمه isn't from the cold blooded organism. ركز. انت عندك ورم بلادد كولد بلادد. ونرجع للاغنيه الشهيره للفنانه ايمان عمران، كنت بقول كده: سمكه يعني فيش، ضفدعه من الامفيبيانز، صاحبتك، حب عمرك، الشق، التوينز من الريبتايلز يعني حربايه. طيب وعندك ايه؟ عصفوره يعني بيردز، واحنا من الماملز. خلصت كده الاغنيه؟ خلاص خلصتها. طب تمام يلا. عندك ايه؟ عندك اخر اتنين احنا والعصفوره ورم بلادد انيمالز. طيب الباقي كلهم كولد بلادد انيمالز. خلاص كده خلصت. طب لو انت بعيد بقى، لسه كنت مسافر في اولى ثانوي كلها، لسه راجع في الساعه اللي انت بتتفرج عليا فيها دي. يعني ايه ورم بلادد؟ يعني درجه حراره الجسم ثابته ما بتتغيرش وما بتتاثرش بدرجه حراره الجو اللي بره. فدرجه حراره الجو اللي بره تحت الصفر، احنا 37 ما بنتغيرش، على الثبات يعني. طيب نيجي نتكلم بقى على الكولد بلادد، لا درجه الحراره ايه؟ معاهم عليهم، درجه الحراره عليت يعلوا، درجه الحراره قلت تقل معاهم. تمام؟ طيب بيقول لك مين من دولت مش كولد بلادد؟ يبقى معنى الكلام ان انا بدور على عصفوره او انت. فيبقى فين العصفوره؟ بص العصفوره اهي، يبقى احنا هنختار مين؟ بيردز. يلا السؤال اللي بعده. ديب اوشن فيش اللي هي السمكه اللي عايشه تحت، علم عليها. انت عارفه هي مين؟ سمكه الري، اللي هي الباص بتاع نيمو، فاكتبي كده اهوت فوقيها الري. سمكه الري دي developed a certain adaptation in their cell membrane adapts with. طب هي عايشه تحت فعندها مشاكل كتيره، من ضمن الايه المشاكل اللي عندها؟ اللايت انتنستي. لا هي عندها اللايت انتنستي مش موجوده، البقاء لله. فهي عندها ايه؟ انكريز البريشر. يبقى فكك من اول واحده، فكك من تاني واحده، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ انكريز بريشر. هنختار بقى السي ولا الدي؟ فبيقول لك نسبه الفاتي اسيد عندها، كميه الدهون اللي موجوده في السيل ممبرين هتبقى اكيد كتيره، يبقى الاجابه هتبقى مين؟ انكريز. السؤال اللي بعده 54. which of the following salts الاينز بتاعتها بتريمينز as a solution without من غير ما تكون بونز في الواتر موليكيولز. معناها انا بتكلم على هيدروليسيس، انا لسه حل السؤال ده بالظبط. فمين اللي بيحصل لها هيدروليسيس؟ الصوديوم كلورايد اللي هو الملح. which of the following components play an essential role in the blood clot؟ وانا مشهوره جدا بالجمله دي، مش هقولها ما ينفعش عشان الرقابه. blood clot blood platelets، ما ينفعش تنقص في blood clot، اسالك نيتك. يبقى clot platelets. السؤال اللي بعده. which of the following living organism doesn't have contractile vacuum؟ اتفه لك المنهج قوي والله العظيم كمان مره. يلا بينا، ربنا يسامحني، ده لاجل تسهيل العلم والتعليم مش لاجل تدفيه الماده. المنهج فوق راسنا، بس يلا سهل اهو، عشان خاطر انا عارفه ان اللي بيتفرج عليا دلوقتي هو مزنوق زنقه الكلاب. فنتكلم على حاجه اسمها كونتراكتايل فاكيول. مين ما عندوش كونتراكتايل فاكيول؟ كونتراكتايل فاكيول هتلاقي كائنات شبه بعضها، فهي اميبا، براميسيوم، يوجلينا، شارك. انت لو محطوط في سؤال زي كده وانت على الله تعمل ايه؟ فكلهم اسامي غريبه، انت عارف اسم واحد بس، الشارك اختار صح. بسم الله الرحمن الرحيم هبدا، ومش هتجلي هتطلع صح. طب نفهم. انا عندي كائنات عايشه في الفريش ووتر، عندها حاجه صغيره كده اسمها كونتراكتايل فاكيول، عامله زي الكيس، بتبدا تخزن فيها ميه وتبدا تخرجها. طيب الكائنات دي كلها يوني سيلولر، يعني بتتكون من خليه واحده بس. فالكونتراكتايل فاكيول موجوده بدل الكدني، بدل الكليه، فبالتالي موجوده عند 3 كائنات اللي هي اميبا، يوجلينا، براميسي، الثلاثه عيله واحده. يبقى مين الغريب؟ الشارك. بس خلاص خلصتها، يبقى فهمتها لك وهبتها لك. طيب which of the following is considered from the major element in the formation of the carbohydrates during the photosynthesis process؟ علمي على photosynthesis process، عمليه البناء الضوئي دي بتتكون ازاي؟ equation. يلا حط شويه كربون دايوكسيد معاهم شويه ميه، في وجود السان لايت هتكون لك الاكل اللي هو الجلوكوز وهيطلع اكسجين جاز. انا استخدمت كربون دايوكسيد ووتر، يبقى ايه؟ كربون دايوكسيد ووتر. اوف يا جماعه
سقفوا لي وسقفوا لنفسكم، احنا خلصنا اول صفحه في الجورنال، فاضل لنا صفحه ونخلص. وبالمناسبه التحفه دي، لو انت لحد دلوقتي قاعد بتتفرج على الفيديو بتاعي، سواء انت كنت من طلبه ايمان عمران او لسه هتنضم لطلبه ايمان عمران، فانا عامله لك برومو كود خاص على كورس السكند ترم. ايه ده الترم الثاني؟ عشان انت دي اخر حصه تتفرج عليها في الترم الاولاني، وانا متاكده ان شاء الله هتخش الامتحان وتقفل انتجريتد ساينس بسبب المراجعه القويه قوي دي. فلو انت بتتفرج دلوقتي على الفيديو بتاعي وسمعت البرومو كود، جري اكتبه ورايا بالحروف: EMAN كابيتال، EMAN كابيتال 2026. سجلت البرومو كود. البرومو كود ده هيعمل لك فلاش سيل 50% خصم على كورس الترم التاني كله في منصة ايديو فاليو. فجري اول ما تخلص الفيديو ده وتسجل البرومو كود ده، هتلاقي تحت لينك المنصة، خش جري على لينك المنصة، اكتب البرومو كود، هيعمل لك خصم 50% على كورس الترم الثاني لماده الانتجريتد ساينس الترم كله 50%. يعني لو الكورس موجود عندنا ب 500 جنيه انت هتاخده ب 250 جنيه، طب لو بيتعمل ب 10 جنيه انت هتاخده ب 5 جنيه، يعني عامله لك فلاش سيل. فهقول لك البرومو كود لاخر مره: EMAN كابيتال 2026، خصم 50%، ما تقولش لحد عليه. السؤال رقم 58 بقول لك increase the urea، على مع كلمة يوريا. لما بزود اليوريا concentration inside the shark body، معناها ايه اللي هيزيد؟ osmotic pressure بيزيد. يبقى احنا هندور على كلمة increase، وهي كلمة decrease استبعدها، يبقى استبعدت سي ودي. طيب لما ازود الاوزموتيك بريشر جوه، فده معناها ان الواتر لوس هيزيد ولا هيقل؟ هيقل، عشان هتتساوى الكونسنتريشنز بتاعت الايه الملح فين؟ بره وجوه، يعني في الميه وفين؟ وفي جسم الشارك. يبقى معنى الكلام ان الاجابه عندنا هتبقى ايه؟ هتبقى increase الاوزموتيك بريشر، وسوري هيحصل decrease للواتر لوس. يبقى معنى الكلام ان الاجابه هتبقى مين؟ هتبقى ايه. السؤال اللي بعده: if the depths of the water inside the lake او ايه او عندك في بحيره 40 متر. ابدا الحته دي ولا اكتبي ورايا نوتس ان انت كل ما بتنزلي 10 متر ايه اللي بيحصل؟ انا بزيد 1 ATM. حاسه ان القلم محتاج يكبر في ثانيه اهي، زودته في ثانيه. فانا بقول لك لو 40 متر يبقى معنى الكلام هيزيد ايه؟ 4 مرات. يبقى الاجابه بالنسبه لنا هتبقى ايه؟ بص كده بقول لك if the depths of the water in the مش عارفه الليكج then the pressure caused by the water is the same bottom approximately قد ايه؟ 4 times of the atmospheric pressure. طب تمام. how its growth rate of the fish affected by the increase dissolved carbon dioxide. جماعه هو الكربون دايوكسيد بالنسبه لنا دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه، لان انا لو كائن حي تحت الميه، انت سمكه في الميه بتتنفسي ايه؟ اكسجين، فزياده الكربون دايوكسيد يقلل ما يزودش. يبقى معنى الكلام ان هو هيقلل الايه؟ هيقلل الجروث. طب تمام. السؤال اللي بعده: ratio between the molecular mass. فوق معايا، انت خلاص قربت تخلص ال 123 سؤال اللي مش هيخرج عنهم الامتحان، فاحنا خلاص ابطال، احنا وصلنا لسؤال 61، قربنا نخلص، اديني بالظبط 10 دقايق اخلص لك كل ده. فهو انت بطل العالم، انت مفيش حد زيك، انت قوي جدا 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 وتقدر تكسر الدنيا في الساعه اللي فاضله لك دي. ففوق، ما تيأس، ما تسرحش، ما تزهقش، يلا فوق معايا، استعين بالله كده وسمي الله. ratio between the molecular mass of the water and the molecular mass of the hydrogen sulfide. الحته دي في السريع، انا عندي ايه؟ molecular mass بتاعت الوتر اللي هي H2O، والمولكيولر ماس بتاعت ال H2S. ركزي معايا، انت اخدتي حاجه في اولى اعدادي ذكريات، هو بيراجع لك عليها، بس معلش حقك عليا، فوالله كده مفوق للدنيا. انا عندي ترتيب الايه؟ ترتيب الدنيا خلاص. في حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ماس نمبر وحاجه اسمها اتوميك نمبر. فانا عندي الماس نمبر بتاع الاكسجين اقل من الماس نمبر بتاع السلفر. السلفر ماس نمبر بتاعه كبير، لكن الاكسجين ماس نمبر بتاعه ايه؟ قليل. هيدروجين هنا هو الهيدروجين هنا. يبقى المولكيولر ماس بتاعت ال H2S
اكبر من الموليكيولر ماس بتاعت مين؟ بتاعت ال H2O. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الموليكيولر ماس بتاعت الووتر بالنسبه لل H2S تبقى ايه؟ اقل، يبقى less than 1. طب تمام. نيجي نكمل. which of the following leads to the color bleaching؟ علمي على كلمه color bleaching. بدور على حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ انا بدور على حاجه وحشه. فبالنسبه لك مين اللي يعمل بليتشنج للكورر على طول وانت مغمض؟ انكريز التمبريتشر، درجه الحراره ان انت تزيد، فيبقى عندك الاجابه هتبقى سي. The large eye، العينين الواسعه، عين واسعه يبقى ده جزء من جسمي، يبقى على طول structural وانا مغمضه. طيب from the example of the greenhouse gases كان عندك 5 كربون دايوكسيد اولهم واخرهم نيتروس اوكسيد، ففوق لي كده. CO كربون مونوكسيد مش معانا، اكسجين جاز مش معانا، H2 مش معانا، N2O كان معانا، ده اسمه نيتروس اوكسيد. لو عندك 4 ليفنج اورجانيزم، فريش ووتر الجي، شارك فيش، كاكتس بلانت، فورست سلايم، تعالى كده نشوفهم. عندك الجي طحالب، عندك شارك سمكه قرش. طب تمام. رجع قال لك ايه؟ كاكتكس بلانت نبات الصبار، وعندك اسد. هل يا ترى ليهم علاقه ببعض؟ لا، ما لهمش علاقه ببعض. فده فود تشين استحاله، سلسله غذاء ازاي يعني؟ ايه اللي جاب الاسد للشارك؟ اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ده عبط. طيب نيجي نتكلم فود ويب، هل يا ترى هتعمل ايه؟ هتعمل شبكه غذاء؟ برضو ده عبط. طيب بقول لك كلهم في ايكو سيستم واحد؟ لا، كلهم موجودين في different ايكو سيستم. all of the following can produce the sulfur dioxide gas except، كل دول هنستخدمهم للسلفر دايوكسيد، بيبروديوس سلفر دايوكسيد اللي هو الاس او 2 يعني، ما عدا. طيب ما عدا مين؟ ما عدا اللايتنينج، اصل اللايتنينج ده بيحب النيتروجين، فهو ليه علاقه بالنيتروجين، ملوش علاقه بالسلفر خالص. طيب يعني ايه لايتنينج؟ برق. طيب which of the following process increase the percentage of the water vapor in the atmosphere؟ مين اللي بيزود نسبه بخار الميه في الاتموسفير؟ اللي بيطلع بخار ميه. فالانفلتريشن بتكون اندر جراوند ووتر، ملهاش علاقه. الكوندنسيشن ما بتزودش نسبه البخار الميه، ده بالعكس هي بتحول بخار الميه لميه. طيب البريسبتيشن، المطره بتزود نسبه الميه مش بخار الميه. طب الترانسبيريشن هي دي اللي بتزود نسبه بخار الميه، يعني عمليه ترانسبيريشن عمليه بتحصل في ورقه النبات الصبح بدري، يخرج الميه على شكل واتر فيبر. واتر فيبر يبقى ترانسبيريشن اللي بتزود الواتر فيبر. A great deep in ocean، لما انزل في اعماق بعيده، اللي بيحصل البريشر والدنسيتي، البريشر والدنسيتي حبايب، هما الاثنين بيزيدوا مع بعض بيقلوا مع بعض، فلما بنزل تحت الضغط بيزيد، الدنسيتي بتزيد. يبقى اول حاجه واتر بريشر ديكريز، والايه والدنسيتي انكريز، طبعا اي ديكريز وانكريز هتستبعدها، هما الاثنين بيزيدوا مع بعض وبيقلوا مع بعض. يبقى الواتر بريشر لما بنزل تحت هو والدنسيتي بيزيدوا، فالاجابه عندك مين هتبقى؟ سي. Some marine organism بتديبند on the deposition of the substance. ركز معايا. مين السبستنس اللي بتكون الشل والبوني سكيلتون؟ يعني بتكون الشل الصدفه اللي بره، كالسيوم كربونات، يبقى الكالسيوم كربونات وانا مغمضه اللي هي CaCO3. السؤال اللي بعده. Water can dissolve it and hydrolysis in the following salt except، يعني يحصل لها ايه؟ يحصل لها hydrolysis وكمان يحصل لها dissolve، تدوب في كل الاملاح ما عدا، يعني كل الاملاح دي هتكون اسيد وبيس ما عدا حاجه واحده بس، لثالث مره تجيلك الصوديوم كلورايد. السؤال اللي بعده. which of the following mainly contributed the smoke؟ علم على كلمه smoke، كنت بقول لك السموك ده اللي هو الاوزون اللي موجود في الهواء، فالاوزون ما بيبقاش لوحده، بيبقى دايما معاه شويه حاجات، كنت بقول لك علي علوكه واشرف كوخه، يعني بيجي معاه ايه؟ صحابه، فندور على الاوزون ومعاه حاجه تاني، فيبقى الاجابه هتبقى اوزون والسلفر دايوكسيد، اللي هي الاجابه هتبقى مين؟ سي. خلصنا العمود، مش عارفه رقم كام. يلا خش في اللي بعده بسرعه وانت سخن كده، فوق. 84، قربنا نخلص. السؤال رقم ايه؟ 84. احلى واحده لابسه اخضر وبلت امور، انا بس لو قمت انت هيغمى عليك من الحلاوه، بس مش عايزاه يغمى عليك دلوقتي. احل معاك فيزيكس. شعارنا كله على الله ان شاء الله. يلا بينا. ابادي ماس بتاعته قد ايه؟ 2 كيلو جرام. بسم الله بكتب بالاستيكه، ده ان دل على شيء يدل على ان احنا لازم نسيب السؤال ده، بس يلا وي كان دو ات. احنا اقوى من الفيزيكس بس مش اقوى من المخدرات. يلا. عندك اول حاجه 2 كيلو جرام، مين ده يا اخويا؟ ده الماس. محمود شجعني وانا بحل السؤال ده معلش عشان هو صعب. يلا. التمبريتشر عندك 27 سيليسيوس، يبقى دي درجه الحراره الاولانيه اللي هي تي ايه؟ تي 1. السبيسيفيك هيت كاباسيتي اندرلاين على الرقم الكبير، مش بنقراه عشان ارقام كبيره فمش محتاجين احراج، يبقى ده كده سي. it gain amount of heat equal
باور 4 جول. طالما جول تبقى كيو. اقسم بربي انا بعرفهم من الميجرنج يونت بس مش بقرا مساله. طيب التمبريتشر والبي، جماعه انا شايفه ان انا كتبت كل الحروف ما عدا حرف واحد بس اللي هو التي 2. يبقى انا فهمت ان انا عايزه اجيب التي 2. طب تمام زي الفل. للمره ال90 انا قلتها 89 مره في المراجعه دي. مره ال90 اهو ام القانون. كيو بتساوي ام سي دلتا تي. حط تراينجل وسمي الله. كيو فوق، ام اهي، سي اهي، دلتا تي اهي. انا عايزه اجيب من الدلتا تي تي 2، اصل الدلتا تي بتساوي تي 2 ماينس تي 1. طب تمام. فاكتبي ورايا القانون ما توجعيش قلبي. تي 2 بتساوي ايه يا ايمو؟ بتساوي الكيو اهي متلقاها عادي، وادي الام باي سي. تمام. اقفلي براكت. التي 1 دي هنوديها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. تمام. طب تمام. هنزل كورسات ماث مراجعات ليله الامتحان ماث. هقعد اي حد بتاع ماث في البيت عشان انا بمبر 1. يلا. فهنعمل ايه بقى؟ هنقوم مودين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. فهتبقى ايه؟ هتبقى ماينس، هتبقى بلس سوري تي 1. حسدتيني. طب يلا. كتبنا القانون، كتبناه. كالكوليتر شغلش دماغنا ابدا. بصمج الارقام. عندك الكيو لسه قايلينها فوق بكام؟ الكيو كانت ب 10 باور 4. طيب الام الماس كانت بكام؟ كانت ب2. طيب والسبيسيفيك هيت كانت بكام؟ انقش 2 باي 10 باور 3. هنقفل البراكتيه الاموره وهنقول له بلس تي 1. تي 1 كان بكام؟ ب 27. مش هتحولي؟ لا ما تحوليش، توجعيش دماغنا. احنا بنعمل ديفرنس ان تمبريتشر. فالديفرنس ان تمبريتشر سواء بالكلفن او بالسيليسيوس هو واحد. طب تمام. هنبدا بقى نقول يلا يلا. هنطلق بقى الكالكوليتر بتاعتنا. بسم الله ما تشغليش مخك ويلا. 10 باور 4. فين الباور؟ اهو 4. طيب divided، افتح براكت الجميل. 2 باي 2 باي 10 باور 3. يلا 3. اقفل البراكوته الجميله. بتساوي، طلعت 2.5 بلس 27. هتطلع بكام؟ هتطلع بايه؟ ب 29.5. يعني انا كان عندي درجه الحراره بتاعتي اطلع فوق بقى كانت 27 بقت 29.5. وات از ذا ديفرنس؟ طلعي لي الفرق. فهحسبها برضو. فهقول 29.5 ماينس 27 يعني 2.5. فالفرق في درجه الحراره عندك 2.5. معلش ابص بقى اهو، ده حسد ده بقى. نحلها ود انا وانتي. خرمتي التابلت، لمي نفسك. فتبقى 2.5 ايه سيليسيوس او 2.5 ايه كلفن. سقف لي، ممكن تسقفي لي دلوقتي حالا. سيبي اللي في ايديكي، سقفي لي. سقف لي يا محمود. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى increases by 2.5 k او 2.5 ايه سي. ليه؟ عشان الفرق في التمبريتشر بالكلفن هو ايه؟ السيليسيوس. شكرا جدا جدا جدا. السؤال اللي بعده. Which of the two types of the electromagnetic waves اللي هي الانفراريد rays or invisible light get completely absorbed؟ مين اللي بيحصل لها completely absorbed؟ infrared. يبقى الإجابة تبقى مين؟ infrared rays. السؤال اللي بعده. The two solution عندك x و y in the same salt مالها of the same salt are given if the freezing point بتاعت solution x is lower than the freezing point of the solution y. معناها كل ما الفريزنج بوينت علاقتها، فاكر؟ كنت لسه بسمعها لك. لو هاي لو هاي، لو فيبر بريشر، هاي بويلينج بوينت، لو فريزنج بوينت. يبقى العلاقه ما بينهم علاقه انفرسلي. فكل ما الملح يزيد كل ما الفريزنج بوينت بتقل. فبقول لك معناها ان انا عندي ايه؟ الكونسنتريشن بتاع السولوشن اكس is higher. يبقى احنا هنا اهوت هنقول الكونسنتريشن بتاع الاكس هاير في السولت عشان خاطر هو لور في الايه؟ في الفريزنج بوينت، والعلاقه ما بينهم inversely. طيب السؤال اللي بعده. mountain climbers الناس اللي بتتسلق جبال الجبال may be suffer from the bursting of the tiny capillaries in the nose. يعني بينزفوا من مناخيرهم. وده ليه؟ عشان في فرق كبير ما بين ضغط الدم
وضغط الجو. قلت لك لما تطلع الجبل في عندك حاجات بتقل وحاجات بتزيد، فانت عندك الضغط بيقل، درجه الحراره بتقل، نسبه الاكسجين بتقل، كرامتك بتقل، ادي 4 حاجات. وعندك حاجتين بيزيدوا، هم مين؟ عدد الريد بلاد سيلز بتزيد وضغط الدم بيزيد. فيبقى انا عندي فرق ما بين الضغط الداخلي والضغط الخارجي، الضغط الجوي وضغط الدم. ضغط الدم بيطلع، ضغط الجو بيقل، فعشان كده الاوعيه الدمويه بيحصل لها ايه؟ بتنفجر. فاقول لك عشان في large difference between the blood pressure of the them and the external atmospheric atmospheric pressure. السؤال اللي بعده when the temperature of the environmental surrounding warm blooded animals او organisms change، اللي هو انا كنت لسه بغنيها، سمكه يعني فيش ضفدعه من الامفيبيانز والجو الجميل ده، فخلاص انت كملي الاغنيه. فبقول لك بقى ايه their body temperature، درجه الحراره بتاعت جسمنا. انا قلت لك احنا على الثبات عشان احنا جامدين، يبقى تشينج احنا ما بنتغيرش، يبقى الاجابه هتبقى remain constant. طيب A and from their examples are A، يعني ان الاكزامبلز عندنا فهنختار حاجتين، يا اما احنا يا اما العصفوره. بص العصفوره اهي، يبقى الاجابه اهي remains constant birds. اللي بعده which of the following fish have an air bladder. air bladder air bladder air bladder معناها انها سمكه ايه؟ عايشه تحت خالص؟ لا، عايشه في النص intermediate depth. ومين السمكه دي؟ سمكه السالمون. يبقى سمكه السالمون، يبقى اول واحده ري فيش، مع السلامه، ركبها السلام السلام السلام، يبقى السالمون فيش. طيب هي السالمون فيش عندها ده عشان تظبط درجه الحراره ولا عشان خاطر تقاوم فكره انتقالها في الاعماق؟ لا، هي الايه السوام بلادر دي عشان خاطر تخليها تعرف تبالانس جسمها وتعرف تفلوت. يبقى معنى الكلام ان السالمون فيش بتهلبنج in transporting between the different deeps. اللي بعدها which of the following keep the internal temperature في cold blooded animals في aquatic living organism. هو ليه السمكه رغم انها cold blooded animals الا ان السمكه ما بتعملش بياض شتوي؟ احنا بناكل سمك في الشتاء، انا لسه واكله امبارح سمك وجمبري. يبقى معنى الكلام ان السمكه ازاي ما بتعملش هايبرنيشن رغم ان هي كولد بلادد؟ عشان سبحان الله هي عايشه في الميه، والميه عندها هاي سبيسيفيك هيت، وده بسبب وجود الهيدروجين بوند. يبقى الاجابه هتبقى the high specific heat of water due to the presence of hydrogen bond. السؤال اللي بعده 91، احنا قربنا نخلص، يلا فوق معايا. increasing the percentage of the carbon dioxide in the water. بسرعه ادور حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه طبعا. فبالنسبه لنا لما الكربون دايوكسيد بيزيد، اقرا كده اول واحده انكريز الاسيديتي بتاعت الووتر. ايوه، عشان لما الكربون دايوكسيد بيزيد نسبه كربونيك كربونيك اسيد، يبقى معناها ان انا بزود الاسيديتي بتاعت الايه؟ الميه. السؤال رقم 92 الجولف ستريم. جولف ستريم ده مهم جدا جدا، اعملي نجمه معايا. هو من الايه؟ اوشن كارنت. مبدئيا هو وورم اوشن كارنت، يبقى كولد مع السلامه، ركبها السلام ركبها السلام. طيب هو وورم ايه؟ ووتر كارنت، عشان هو بينهانس يعني بيدعم البايوديفرستي ولا بيقلل البايوديفرستي؟ الجولف ستريم حلو، اكتب عنده حلو. يبقى معنى الكلام ان هو بينهانس. يعني ايه انهانس؟ يعني بيبروفايد البايوديفرستي، التنوع البيولوجي. يبقى الاجابه هتبقى مين؟ سي. How does the thorny devil lizard، كنت لسه بتكلم عليها من شويه، thorny devil lizard دي بتعاني من ايه؟ من high temperature، فبالتالي بتعمل ايه بقى الوليه دي؟ قلت لك عامله زي صاحبتك بالظبط، عندها انابيب اشواك ليزرد سحليه بقى. مالها؟ الاشواك دي عباره عن تيوبس، انابيب بتجمع بخار الميه اللي في الهواء وتبدا توجهه لبقها فتشرب، تمويست بقها، وبنفس الوقت بتمويست الجلد فما تبقاش مقشفه. طب تمام. فهو بيقول لك تشينج كولر، لا مش معنى ان هي ايه ليزرد ان هي هتغير لونها. طيب هتزود نبضات قلبها؟ لا ما بتزودش نبضات القلب، امال بت ايه؟ بتمويستشر فروم ذا اير عن طريق مين؟ عن طريق الانابيب اللي موجوده عندها. خلصت العمود ده، فاضل لي عمود ونص. بص الشطاره، بص الشطاره بجد يا محمود. من اشهر مدرسه انتجريتد ساينس لو سمحت. محمود انت نمت؟ ماشي شكرا جدا. حد اكيد غمز محمود بحاجه. شكرا، براحتك براحتك. خلص الكلام، يلا. At one stage of the ozone formation of the oxygen molecule undergo the photodissection where the bond of the molecules are broken as the result of ايه الكلام ده؟ لما بنكون طبقه الاوزون كانت بتتكون على خطوتين، تعالى افكرك بيهم يلا. كانت O2 ينزل عليها UV ultraviolet تدينا O بلس O، دي اسمها فوتوديسكشن. هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك مين السبب في كثره الايه؟ الاشعه اللي هو الالترا فايلت فوتونز. شوف سهله ازاي، اقسم بالله.
What happened to the area of the ice cap on the earth as the result of the global warming؟ الايس كاب اللي هو التلج هيحصل له ايه بسبب الجلوبال وارمنج؟ هيسيح ميلتنج. يبقى هيحصل لها ايه الاريا دي؟ ديكريز. الريشيو ما بين السولابيلتي بتاعت الكربون دايوكسيد اند السولابيلتي اوف ذا اوكسجين جاز، الكربون دايوكسيد السولابيلتي بتاعته اعلى فيبقى جريتر ذان ايه؟ 1. كانت السولابيلتي بتاعت الكربون دايوكسيد اعلى من السولابيلتي بتاعت الاكسجين 50 مره، بس تواجد الاكسجين اكتر من الكربون دايوكسيد 500 مره. Which of the following is not from the effects of the gas oxide and the acidic rain؟ ركز كده كلهم معانا ما عدا. نرجع لحته كي جي 1 يلا، حلوه ولا وحشه؟ فانا عندي مين من دولت مش من تاثير الجاز اوكسايد بتاعت الاسيديك رين؟ يبقى معنى الكلام ان انا بدور على حاجه حلوه مش حاجه وحشه. الاسيديك رين حاجه وحشه، فانا بقول لك مين مش، يبقى انا بدور على حاجه ايه؟ حلوه. فبيقول لك دي فورميشن اوف ذا بلانت ستوميتا، يعني معنى الكلام ان الفورميشن الستوميتا الفتحات اللي موجوده في النبات مش هتتكون، دي حاجه وحشه جدا فمش هينفع اختارها. انكريز السويل فيرتيليتي، انت عارف يعني ايه سويل فيرتيليتي؟ يعني خصوبه التربه، حاجه حلوه جدا فاختارها. ان انا اقيل لك الريسبيريتنج كاباسيتي، اقلل لك ايه؟ قدرتك على التنفس، دي حاجه وحشه. ان انا اعمل لك كروجن للهيستوريكال بيلدينج، يعني اعمل لك تاكل في المباني الايه؟ التاريخيه، اللي هو شارع المعز وانت واقف عليه يقوم واقع على دماغك. يبقى معنى الكلام ان دي كلها حاجات ايه؟ حاجات وحشه، انا بدور على الحاجات الحلوه اللي زيك حلو. طيب which of the following is correct about the viper fish؟ خرابي، بدات بيها المراجعه هتحلها لوحدك. موجوده في البورال ريجن؟ لا. هي عندها اير بلادر؟ لا. عندها هاي هيموجلوبين؟ يبقى الاجابه هتبقى مين؟ هاي هيموجلوبين. سؤال مره ثانيه للفايبر فيش ونفس الاجابه. طيب how does overconsumption of the small fish affected on the aquatic living organism او الاكواتيك ايكو سيستم؟ فركز معايا، بيقول لك مين اللي هيأثر بالاوفر كونسامشن، يعني استخدام زياده للسمول فيش بتتأثر عليه. فان هو هيبدأ يقول لك ايه؟ انها لو انا عملت ايه؟ عملت كميه من السمول فيش استهلكتها كتير، اصطدت سمول فيش كتيره جدا، فده هيأثر على مين؟ على الكائن اللي تحتها. طب سمول فيش بتاكل ايه؟ بتاكل زو بلانكتون، فده هيأثر على الديستربنس بتاع الزو ايه؟ الزو بلانكتون. يبقى معنى الكلام it led to the disturbance of the zooplankton. يبقى لما تلاقي كلمه سمول فيش دور على الزو بلانكتون واتكلم على تأثيرها. excretion done، الكائنات الحيه كلها بتعمل كيكين بيبي excretion. يبقى all the previous، يعني البلانتس بتعمل excretion، الانيمالز بتعمل excretion، الالجي بتعمل excretion، يبقى all the previous. طب تمام، بس كل واحد الاكسكريتوري ماتيريالز بتاعته مختلفه. طيب الدنسيتي is a proportional to the pressure، قلتها لك في وسط الكلام is directly proportional، يبقى الاجابه هتبقى direct. internal energy measured by، اي energy في الدنيا بتتقاس بالجول. freezing point with the increasing the salt، علاقه ما بين الفريزنج بوينت وما بين الكونسنتريشن اوف ذا سولت. فكنت بقول لك كل ما الفريزنج بوينت درجه الحراره او كل ما الكونسنتريشن بتاع السولت بيزيد الفريزنج بوينت بتقل. فمعنى الكلام عشان كده كانت في الكولد كونترست بيرشوا ملح عشان الحسد، او عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر درجه الحراره تتجمد عند ايه؟ او الميه تتجمد عند تحت الصفر. من الاخر العلاقه ايه؟ اندايركت انفيرسلي. فلو الفريزنج بوينت عندك هيحصل لها ديكريس معناها ان هو انكريس عشان خاطر احنا انفيرسلي. ميوكس اند فاش فانكشن، الميوكس اللي هو السمكه بتبقى ملفلطه كده مزفلطه، ليه؟ عشان خاطر تريزست الواتر، يعني تقاوم ايه؟ الميه، ريزستنج الواتر. طيب ميتوكوندريا، عايز طاقه، ميتوكوندريا انرجي برودكشن. طيب الفوتوسينثيسيس بروسيس at the source of ايه؟ اكسجين. طيب الليثوسفير كان عندك أربعة سفير: هيدروسفير، اتموسفير، بايوسفير، ليثوسفير. ليثوسفير معناها الارض، روكس. طيب البي اتش اوف ايه؟ اوف بوزيتيف هيدروجين، المفروض ان هو بوزيتيف هيدروجين. فبوزيتيف هيدروجين وانا مغمضه ربنا يستر، اسيدك. which of the following sphere contain water in the liquid؟ فعلى طول هنختار مين؟ هيدروسفير. يطلع واحد يقول لي طب ما الاتموسفير، اقول لك مش على شكل ميه، اتموسفير على شكل بخار ميه. biological process done by the animals contribute in the water cycle، مين من العمليات اللي بتحصل عن طريق الانيمالز؟ شوفي الحته، animals respiration. مش هينفع transpiration؟ لا، عشان transpiration بتدون by plants. طب مش هتنفع الانفلتريشن والايفابوريشن؟ لا، عشان مش biological process. يبقى الاجابه تبقى مين؟ respiration. مين الشطور اللي واصل لاخر عمود؟ ايمو. ايمو وكتكوت وقلب ايمو 111. احنا عند الرقم ده لو سمحت 111 اكتب ايمو نمبر 1 بعد اذنك. يلا
polarity في water، أول ما نشوف كلمة polarity بندور على كلمة electronegativity، يبقى على طول الإجابة هتبقى مين؟ difference in electronegativity. يلا pH of NaCl مالها؟ neutral. طب اللي بعدها by increasing the salt of the water. ايه يا حبيبتي مالك نفسيتك تعبت ليه؟ يلا by increase الواتر، الكونسنتريشن بتاع الواتر الاماونت اوف سولت علاقتها مع الدنسيتي is directly proportional، فاكتبي كده amount of salt is directly proportional مع مين؟ مع الدنسيتي. يبقى معنى الكلام ان العلاقه ايه؟ increased. طب تمام. temperature can't be measured، مش هينفع تتقاس بالكلفن وبالسيليسيوس وبالفahrenheit، فيبقى مش هينفع اختار السيليسيوس ولا الكلفن ولا الفahrenheit، هختار مين؟ الجول. boiling point at the mountain، البويلينج بوينت عندك في الجبل مالها؟ boiling point at sea level، كل ما بطلع فوق البويلينج بوينت بيحصل لها ايه؟ بتقل. يبقى معنى الكلام is less than عشان الاتموسفيريك بريشر بيقل. osmotic pressure by ايه؟ adding more water. الاسموتيك بريشر كل ما بحط ميه، الاسموتيك بريشر علاقته بالسولت دايركت، يبقى لما بحط ميه indirect يبقى معنى الكلام ان يحصل له ايه؟ decrease. It contain all the genetic material، بتحتوي على كل الصفات الوراثيه. نيوكليوس عندها كروموسوم، عشان كده ايه؟ هي اللي شايله كل الصفات الوراثيه. الانزيمز will make ايه؟ activation energy، الانزيم بيعمل لي ديسكاونت فبيقلل لي الاكتيفيشن انرجي، يبقى decrease او lowering الاكتيفيشن انرجي. الجيلز الخياشيم بتستخرج الاكسجين او الديزولفد اكسجين. فايبر فيش للمرة الثالثة هذا هاي هيموجلوبين flexible skeleton lives in the tropics يبقى all of the following جميع ما سبق. ice fish have، الايس فيش عندها ايه؟ to see dark deep ocean، عندها عينتين كبار large eyes عشان تعرف تشوف تحت المية. كربون دايوكسيد is most important to، كربون دايوكسيد مهم لكل الكائنات اللي بتعمل فوتوسينثيسيس بروسيس، فالالجي صح، فيتوبلانكتون صح، بلانت صح، يبقى جميع ما سبق. واخر سؤال عندك في المراجعه، oxygen is 8 times carbon dioxide in air، الاكسجين اكتر من الكربون دايوكسيد ب 500 مره. وبكده اكون خلاص خلصت لك مراجعه جريده الجمهوريه، اتمنى ان تكون استفدت. ثانك يو فور يور واتشنج، متنساش تعمل فولو سبسكرايب، متنساش البرومو كود اللي هيخليك تخش على الترم الثاني بخصم 50%. مستنيك تطمني عليك في الامتحان، ولو عندك اي سؤال واقف معاك تقدر تبعت لنا على رقمنا على التليجرام 010 11 299 44 7، وانا اللي هرد عليك بنفسي، انا والاكاديميك تيم بتاعي. كل الحب.